السلام عليكم. أنا إيمان عبد الحليم وهكون الهوست معاكم في سيشن النهاردة. السيشن النهاردة مسجلة صح، ولكن هي مش هتنزل الفترة دي. هي هتنزل كإنترو لبلاي ليست بنحضر لها، لسه هتنزل خلال مثلا شهر أو حاجة. فلو حد يعني مش هيكمل معتمد إنها مسجلة، لا هي مش هتنزل الفترة دي. البلاي ليست اللي احنا مسجلينها هي عن جيسوك، وهتنزل إن شاء الله على اليوتيوب شانل. أجندة النهاردة في السيشن هتمشي كالآتي: أول حاجة هنبدأ بسيشن انترو، وبعدين هنتكلم عن انترو عن الأوبن سورس، بعدين هنتكلم عن different open source programs، بعدها في زي فقرة سبيشال مش هنقول هي إيه لكن إن شاء الله هتعجبكم. يليها هنتكلم عن البلان بتاعتنا السنة دي الجيسو 26. وأخيرا هنختم بنصايح وسيكشن Q&A. أوكي، ممكن تتفضل يا عمر. السلام عليكم، أنا عمر شوقي. عمر كنت في ألو، صوت واضح؟ واضح. تمام. السلام عليكم، أنا عمر شوقي، كنت في كروميوم جوه سنة كود 24. باختصار شديد كنت داخل وبدور على شوية حاجات وتعلمت حاجات كتيرة، وحاولت في الفترة اللي أنا كنت بقدم فيها والفترة اللي بعدها والفترة الحالية إن أنا أقدم للناس محتوى يساعدهم إن هم برضو يخشوا. كبداية بحاول أعرف دلوقتي السيرفر ده عبارة عن إيه. وفي الحقيقة السيرفر ده هو مجرد كوميونيتي، مجتمع من كوميونيتيز أصغر هنشرحهم قدام. فكأول نقطة معلش ثانية واحدة. تمام. احنا في أول يعني أهم هدف في الكوميونتي دي بصراحه ان احنا بنخلي الناس ان هم يبروزوا الحلم بتاعهم. الحلم ده ممكن يكون انت عايز تشتغل في شركات كبيره، عايز تفتح ستارت اب، عايز تتعلم حاجات معينه انت انثوزياستيك عن بيها، بمعنى ان انا مثلا عايز اتعلم عن الامبيدد سيستمز والكلام ده. في حاجات كتيره ما نقدرش نحصرها في كلمه او اتنين، بس مجرد بنضرب مثل. كمثال الفورتشن 500 دي مجرد اكبر 500 شركه. ممكن تجوجل عليها تفهموا ايه كلمه فورتشن دي، هي مجرد لسته من شركه وكده. فدي كانت اول حاجه. تاني حاجه ثانيه واحده. تمام. من ضمن الحاجات اللي انا بحاول ان انا اقدمها للناس ممكن تكون ان هو بيتعامل في مجتمع للاسف ما بيتعرضلوش في الجامعه. بقالنا حوالي من سنه 22 اعتقد، من 22 شهر 3 لغايه النهارده في حاجات كتيره جدا الناس شفتها ما بتاخدهاش من الجامعه رغم ان هم فيها. ورغم ان يعني في ناس كانت بتاخد، يعني بمعنى صح ان انت ما بتتعاملش مع ناس كتيره. اغلب الوقت الناس بتعمل مشاريع مع 2 أو 3 وما بيعرفلوش مجتمع وما بيعرفش حاجات كتيره، والناس ما بتكلموش على اكتيفيتيز كتيره. في جامعات للاسف بتبقى احسن من جامعات، فده بيخلي اللي في جامعه ما فيهاش كلوب كويس، بمعنى كلوب معنى ان هو بيبقى مجتمع بيقدم حاجات كتيره بيزقوا بعض، للاسف بيتحرم منهم. انا ممكن اضرب امثله طبعا، بس بما انه مسجل ممكن نضرب امثله في جامعات الاي سي والجي يو سي وحاجات زي كده. الناس فيها بتساعد بعض بشكل استثنائي، ممكن تدوروا على حاجات زي دي. في جامعه اسكندريه برضو يعني كويسه جدا، ان الطلاب اللي بيطلعوا منها بيعملوا حاجات رهيبه. فباختصار انا كنت دايما بسال نفسي هو ليه المجتمعات دي احسن، وبحاول اقدم او سيركمفنت اللي الناس ما بتاخدوش. ثالث نقطه بالمناسبه قبل ما اختم واتنقل لثالث نقطه، مش كل حاجه اقدر اناقشها في الاباوت اس. فانا للاسف الشديد مضطر اقتبسها هنا، ممكن لما تخش انت تعرف اكتر الحاجات دي. وتاني مش معنى ان انت دخلت هتعرف تلاقيها، انت محتاج برضو ان انت تقعد تسال وتدور كتير وتتعامل مع الناس. ثالث نقطه باختصار، الاوبن سورس ده سب كوميونتي. السيرفر او المجتمع بتاعنا متقسم لكوميونيتيز، جواهم سب كوميونيتيز. من جوه السب كوميونيتيز دي سب كوميونتي اللي هو جوجل سمر اوف كود اللي احنا ان شاء الله هنقدمه النهارده. تمام. فدي ثالث ورابع نقطه. باختصار شديد احنا بنقدم حاجات تانية اكتر من كده بكتير. السيرفيسز والريسورسز بمعنى هنا ان انت ممكن تراجعوا المايند ماب. المايند ماب بتلخص حاجات كتيره، للاسف بتختصرها في كلمه واحده، بس حاول تدور وراها لان هي وراها بحر كبير. ولو انت مش فاهمها تاني، في مشكله كبيره انا بواجه مع الناس، وهي ان هو بيتعامل مع اي حاجه هو مش عارفها ان هي مش مهمه. حاول تدور ورا كل كلمه مكتوبه ان هي مقصوده بعنايه، ان هي اتذكرت كتير جدا بس مش هقدر الغي في المايند ماب. فدي بالنسبه للنقطه دي.
واحب اذكر اهم نقطه فيهم كلهم، حاجه اسمها ريسبروسيتي، بتترجم للعربي للانعكاسيه، بس هي مش ده المقصود بيها. المقصود بيها اكتر those who want help give help. اللي عايز يتساعد اول حاجه بيبتديها ان هو يساعد، ما تطلبش حاجه انت مش بتقدمها للناس. يمكن دي اهم نقطه. فممكن نتنقل للسلايد اللي بعدها. شكرا. تمام. بالنسبه لجوجل سمر اوف كود 26 ابتدت سنه 25، ان انا كنت بحاول ازق الناس. للاسف سنه 24 ما كانش فيه مصري غيري دخل، وكان الموضوع كان يضحك. ممكن نبقى نقول الموضوع ده باختصار، ان انا ما كنتش حتى حاسس ان انا هتقبل. كنت كمان بتكلم مع ناس ان انا مش هتقبل، وحصل واتقبلت. والصدفه البحته في ناس كانت اتقبلت قبل كده وما اتقبلتش بعد كده. فحاول ما تعملش حاجه اسمها سيلف سابوتاج. دي بدايه الكلام. فبسم الله الرحمن الرحيم. no experience needed، بمعنى ان انت مش محتاج ان انت مثلا توريهم مشاريع وحاجات زي كده. it's gonna help، بمعنى ان انت هتستفاد جدا لو انت عملت حاجه زي كده، بس مش اجباريه. مفيش انترفيو، ودي بونص اكتر. لان انت عاده لما انت مثلا بتكون بتدور على انترنشيب وكلام زي كده، بتبقى اكبر حاجه شايل همها ايه؟ نوع ايه الانترفيو هتقابل فيه ايه؟ ممكن الراجل ده يحكم عليا، وواحد تاني يحكم عليا بالايجاب، وواحد يحكم عليا بالسلب. في حاجات كتيره. فالبارير فور انتري، صعوبه الدخول اقل. وغالبا هي اهم من الانترنشيب لسبب بسيط جدا، ان الانترنشيب بالاساس انت شغلك ممكن يكون ضمي. بمعنى ايه ضمي؟ الناس، في ناس لما تيجي تخش بالذات الشركات الكبيره اكيد مش هيدخل واحد انترنشيب يشتغل على الكود بيس بتاعهم او يتعامل مع عميل وكده. او بالذات طبعا يتعامل مع الداتا بيز. ففعلا مش بيديهم تاسكات حقيقيه. مش كل الشركات كده، ولكن اللي انا اقصده هنا ان في شركات هتمنعك اكيد ان انت تخش، بيدربوك الاول تدريجيا لغايه ما بتخش وكلام زي ده. فدي من ضمن المشاكل، انت ما تقدرش تقول انا اشتغلت على حاجه مهمه. ودي كلمه كبيره، لان انت لما بتيجي ممكن تقدم على وظيفه او حاجه زي كده، لما بتيجي تقول انت اشتغلت على حاجه، انت تقدر تحط ليها لينك، انت تقدر حد يدور عليك بالاسم، انت ممكن تكمل بعد جوجل سمر اوف كود. فدي هتساعدك ان مش بس ان انت اشتغلت، انت كمان الناس تقدر تحكم عليك وتشوف شغلك، وحاجات اكتر من كده بكتير هنتناقش فيها جوه البرنامج لما تخش. مش هقدر اقول كل حاجه هنا. تمام. ثانيه واحده. تمام. في نقطة ما كنتش عايز أقولها في الأباوت أس وشرحها هنا. تاني أهم نقطتين في الكلام ده كله، كلمة آخر حاجة ختمت بيها هناك هي those who want help give help. الكلمة دي هي أهم واحدة. تاني أهم واحدة ومنتهى البساطة، إن للأسف ما بين فكرة عظيمة ونتيجة عظيمة حرفية رهيبة. بتقعد أنت تركز على إزاي تحول الفكرة اللي جات لك لنتيجة. بمعنى إن أنت مش كل انت عشان تحولها، انت للاسف علشان تطلع بنتيجه كبيره على سبيل المثال ان انت تتقبل او تعمل حاجات ما بعد القبول بكتير جدا، هيتم ذكرها فقط لما تخش المجتمع اللي هو جوجل سمر اوف كود 26 وتتعامل مع الناس. في نتائج كبيره مش هتطلع لك غير لما تكون شغال. بمعنى ايه شغال؟ بتدور على اورجانيزيشن، بتدور على مشروع، ايه نوع المشروع، وحاجات تانية كتيره. للاسف الشديد لما بيكون عندك فكره عظيمه مثلا مكتوب لك جوجل سمر اوف كود 26، انت هتتخيل ان احنا بنتكلم على جوجل سمر اوف كود، ودي هتبقى اكبر مشكله هتواجهها، ان انت اختصرت كلامنا على جوجل سمر اوف كود بس. فاللي انا اقصده هنا في الكلمه دي ان انت بيبقى عندك فكره عظيمه، بس عشان تطلع منها بنتيجه عظيمه بيبقى في النص مشوار بيحاول الفكره دي. وعلى فكره الفكره دي هتختلف تماما. بمعنى ايه كلمه هتختلف تماما؟ انت هتلاقينا ابتدينا بالكلام على جوجل سمر اوف كود والنتيجه النهائيه ملهاش ادنى علاقه بيها، بس دي كانت البدايه. فاللي انا اقصده هنا بالكلام ان انت في حاجات هتتقدم لك في المجتمع ده انت مش هتلاقيها بره. دي بس على جوجل سمر اوف كود. الموضوع مش مجرد بس ان انا شفت اورجانيزيشن او اتنين عجبوني رحت عملت عليها ابلكيشن وعملت عليها 2 بي ار او حاجه. فاقتصار الكلام كله على ان هو بس جوجل سمر اوف كود او مجرد انا شفت شركه وعجبتني، ده هيكون اختزال، هيضيع حاجات كتيره. على واحده من ضمن النقط اللي انت مش هتلاقيها بره، هو ان انت لما هتكون شغال مع ناس هنا هتتعلم ازاي تتكلم بشكل بروفيشنال، تعبر عن نفسك وتساعد وتتساعد. انت هتتعلم فين اصلا كلمه those want help give help غير مع مجتمع؟ هتلاقيهم فين؟ في الجامعه. تمام.
لكن هنا انا شايف العدد اكبر من كده بكتير. احنا حاليا 138، كان اول مره كنا عملناها مش عارف كنا قافلين 90 وكلام زي ده، فكان رقم جميل للامانه. النجاح كله بصراحه 90% كان على عاتق ايمان ومحمد هاني. انا للاسف كنت مشغول في الفتره دي، فبصراحه هم اللي كانوا شايل الشغل كله، انا بالعافيه عملت حاجه او اتنين، ف all credit goes to them. بس اللي انا بحاول اقوله هنا اهم نقطه هي those who want help give help. وتاني اهم نقطه ان ما بين بالمناسبه الكلام ده اقتباس من الكلام بتاع ستيف جوبز، ممكن ابقى ابعت لكم في الاخر اللينك دي. كان ستيف جوبز كان بيتكلم على فكره ابل ان هي للاسف الشديد جالها سي او فاشل، كان فاكر ان هو بس لو قال للناس الفكره ومشي خلاص كده الفكره دي تتنفذ، وهو مش عارف. بالمناسبه المدير ده اسمه جون سكولي بتاع بيبسيكو. للاسف هو ما كانش عارف ان ما بين فكره عظيمه ونتيجه عظيمه حرفيه رهيبه. فالكلام ده اقتباس منه، وانا بصراحه خلصت الكلام ده، وممكن نتنقل لايمان وهي تنقل لكم حد تاني. شكرا لكم. تمام. شكرا جزيلا يا عمر. انا بس عايزه اوضح عشان الناس اللي ما خدتش بالها او ما تعرفش يا عمر كان قصده ايه بالمايند ماب. المايند ماب هتلاقيها موجوده في الريبو، والريبو هنلاقيها موجوده في الويلكم اند رولز تشانل، وبرده ممكن نعمل لها منشن بعد ما نخلص ان شاء الله. دلوقتي هننتقل لانترو عن الاوبن سورس وهكلمها عنها هي هاني. اتفضلي هاني. طيب هاني صوت واضح معايا؟ كده؟ معاك. الصوت طيب واضح. انا مين؟ انا محمد. تمام، انا محمد هاني. انا مش عارفه ايه اوبن سورس بشكل عام يعني. فنقدر نقول لو عايزين نعرف الاوبن سورس هو اي حاجه، اي حاجه حرفيا، مش شرط كود، تقدر تشاركها مع حد او تعدل عليها او تشوفها. فهي بالتالي مش مقتصره على الكود، لكن هو في تعريف خطا دايما للاوبن سورس هو مجرد كود، لكن هي مش كود بس. طيب ليه الاوبن سورس نفسه مهم يعني للعالم كله؟ يعني احنا استفدنا ايه كبشر من الاوبن سورس، او اي حد في العالم استفاد من الاوبن سورس؟ الاوبن سورس هي فلسفه او فكره انها بتقول لك الحاجه ديت مش مقتصره او مش مغلقه على الناس، لا ده هي مفتوحه لاي حد يقدر يشارك او يقدر يتعاون او يقدر يحقق او يقدر يخترع حاجات جديده كمان. فالمعرفه نفسها مش حكر على اي حد، فدي هي فلسفه الاوبن سورس بشكل عام يعني. طيب ليه يعني او مين اللي يقدر يكونتريبيوت في حاجه زي كده؟ او حرفيا اي حد في الشارع ممكن يكونتريبيوت في الاوبن سورس. مش لازم تكون خبير في كود، لا ده انت ممكن تكون مثلا بتابديت دوكيومنت معينه او مستند معين او اي تكست، ممكن بتصلح بتصلح تيست مثلا، ممكن بترانزليت حاجه. فهو مش مقتصر على الكود بشكل 100%، يعني في حاجات كتير جدا هي تعتبر اوبن سورس او تقدر تشارك فيها بمفهوم الاوبن سورس. طيب ممكن تلاقي الاوبن سورس ده فين؟ يعني هل هو مثلا حاجه بتروح لها او كده؟ لا، هو في بعض الحاجات المشهوره اللي بتشارك الحاجات ديت او تقدر تشارك فيها بشكل مباشر. طبعا ده بيختلف من منظمات كتير، لكن في الغالب انت بتلاقي الحاجات دي على ديستريبيوتد فيرجن كنترول زي جيت هاب، ده اشهر واحد طبعا. في منهم جيت لاب برضه، في بيت باكيت، بس في الغالب هتلاقي دايما الحاجات اللي هي المشهوره دايما على جيت هاب. طيب ازاي تقدر تبدا تشارك في الموضوع دوت؟ هي في فلو معين كده او فلو ثابت للاوبن سورس بشكل عام، تقدر تطبقه على اي مكان يعني بيقدم اوبن سورس. انك بيكون عندك انترست في حاجه مثلا، او انت حبيت حاجه معينه، تبدا تقرا عن الحاجه ديت، وهي لو عجبتك فتبدا تشوف هم محتاجين ايه. مثلا زي ما قلت قبل كده، قد يكون كود، قد يكون دوكيومنت، قد يكون ديزاين، الى الاخر يعني. فانت بتختار حاجه معينه صغيره، تبدا بصغير، وبعد كده كل ما طبعا تحل مشاكل اكبر، كل ما تتعمق في المنظمه نفسها او المكان نفسه اللي هو بيدعم الاوبن سورس، كل ما تكبر في الحاجه ديت، و هيكون ليك يعني راي في حاجات اكبر وحاجات اعمق يعني. ممكن نكست سلايد يا ايمان، سامعني؟ تمام. زي ما سامعاك هي. تمام. زي ما قلنا ان الاوبن سورس هو فلسفه، ففي بعض الحاجات او بعض المنظمات تبنت الموضوع دوت، بحيث يكون الموضوع لحد ما شبه تنظيمي ليها.
ففي كذا برنامج او كذا حاجه بتدعم الاوبن سورس بشكل مباشر وبتخليه لحد ما بدل ما هو بشكل عشوائي يعني محدش عارف يمشي فين ويروح فين. ففي كذا اورجانيزيشن او كذا مبادره يعني بتدعم الكلام دوت، منهم جوجل سمر اوف كود. طبعا دي اشهر برنامج. ممكن السلايد اللي بعدها يا ايمن. تمام. نقدر نعرف ايه بقى جوجل سمر اوف كود. هي تقريبا انيشيتيف او مبادره، هي تقريبا يعتبر اقدم مبادره للاوبن سورس بشكل عام في الاوبن سورس كوميونتي. بتبقى تحت رعايه جوجل، فهي باسمها كده جوجل سمر اوف كود. بتقدم طبعا او تدعم بعض المشاريع او بعض المنظمات الكبيره او الصغيره اللي عندها فلسفه الاوبن سورس. طيب هي ليه مهمه للناس بشكل عام وخاصه بالنسبه للستودنتس؟ طبعا انت زي ما قال شوقي قبل كده او عمر قال ان انت محتاج اكسبيرينس. يعني انت عارفين انت ممكن تكسر الحاله اللي احنا بنعاني منها في السوق عندنا في مصر مثلا، ان لما تشتغل مثلا يقول لك انا عاوز اكسبيرينس. طب انت اصلا لسه متخرج ولسه ما اشتغلتش على حاجه، فازاي هتجيب الاكسبيرينس؟ فهي ما فيش اكسبيرينس مطلوبه في الاوبن سورس، وبالتالي لو انت دخلت في الاوبن سورس يبقى انت كده جبت اكسبيرينس حرفيا كبير. هي طبعا ما نقدرش نقارنها زي برامج مثلا مشهوره في مصر زي الاي تي اي، لا ده اكبر من الاي تي اي بشكل ضخم يعني. فانت بتشارك باكسبيرينس، بتشارك في مشاريع حقيقيه بتخدم الملايين والالاف من الناس. حرفيا انت يعني بتشارك في حاجات عملاقه جدا لدرجه انها زي ما قلت تخدم الاف من البشر يعني في العالم كله. طبعا بتبني النتورك بتاعتك في الكوميتي هناك عندهم، وتقدر طبعا ابديت السي في بتاعتك بالاكسبيرينس ديت مع الوقت. كل طبعا ما زدت في الخبره كل ما قدمت حاجات اعمق كل ما كان القوه بتاعت السي في بتاعتك اقوى وافضل يعني. طيب ازاي ده بيشتغل؟ طيب يعني احنا نعمل ايه يعني برضه عشان ندخل جوجل سمر كود؟ هو برضه زي ما قلت الفلو ده ثابت في كل الاوبن سورس بشكل عام. يعني انا قلت هي فلسفه وهي مش المنظمات دي مشتقه الموضوع دوت او معدل عليه بنسبه قليله، لكن هي نفس الحاجه. انت بتختار حاجه معينه او اورجانيزيشن معينه، تشوف هم بيعملوا ايه، تكتب بروبوزل على الحاجه اللي هم عايزينها، او تقدم تقرير ريبورت صغنن. ولو انت اكسبتد في الموضوع دوت ممكن تشتغل مع منتور من المنظمه نفسها او الاورج نفسها، او بيحددوا لك هم منتور معين تبدا تشتغل معاه لغايه لما تخلص البروجرام بشكل ناجح يعني. طيب طب ايه ده علاقه بالاوبن سورس؟ بس زي ما قلت هو كنوع من انواع التنظيم. زي ما قلت الاوبن سورس ده بشكل عشوائي حاجه ضخمه جدا، فجوجل سمر اوف كود هي بس بتراب الكلام دوت او بتحطه تحت حاجه تنظيميه بحيث الناس تعرف تمشي ايه بالظبط، يعني ايه الخطوات اللي تقدر تشارك فيها بشكل تنظيمي. زي ما قلت ازاي تقدر تبدا في الموضوع دوت. موضوع بسيط زي ما قلت، تختار منظمه قد يكون على جيت هاب قد يكون على حاجات تانية ممكن نتكلم فيها بعدين. وبعد كده بتشوف الدوكيومنتيشن بتاعهم، تختار الايشوز او المشاكل اللي هم بيعانوا منها، تبدا تكونتريبيوت بشكل مباشر المنظمه يعني او الجوجل سمر كود. بس ده كده خلاصه في جوجل سمر كود. تمام جميل. شكرا جزيلا يا هاني. طيب زي ما هاني وضح، هو الاوبن سورس فلسفه اللي هو فكره ان الكود السورس بتاعه اوبن، تقدر تكونتريبيوت باي شكل من غير بروجرامز، ولكن في بروجرامز معينه بتوفر لك زي بيئه احسن انك تكونتريبيوت عن طريق انك بتشارك مع اورجس معين، بيعملوا لك ماتشنج مع اورجس معينه وبروجكتس معينه وخلافه. احنا هاني اتكلمنا عن اول بروجرام واللي هو جوجل سمر اوف كود، ودلوقتي عماد هيكلمنا عن تاني بروجرام واللي هو LFX. اتفضل يا عماد. السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا محمد عماد، كنت في جوجل سمر كود 24 في اورجانيزيشن اسمها ميتاكول، وسمر في كوين السنه اللي فاتت، وليا يعني اوبن سورس ديفلوبر فتره طويله يعني. فاكلمكم باختصار عن الفيكس. اول حاجه قبل ما نعرف المنتور شيب نفسها، فاحنا محتاجين نعرف اللينكس فاونديشن. فباختصار نون بروفيت فاونديشن، يعني هي بتهتم بلينكس من اسمها، وده الغاية بتاعتها، إن هي بتدعم لينكس سواء كفلوس أو كديفلوبرز من ناحية التطوير وإلى آخره يعني. فمن ضمن الحاجات اللي هي بتعملها إن هي بتعمل الفيكس منتورشيب. فدي منتورشيب شبه جوجل سمر في كود لحد كبير يعني. هي هدفها إنك أنت كشخص ما تعرفش حاجة عن أوبن سورس، فأنت تخش تتعلم عن أوبن سورس وتاخد مبلغ ما وهكذا يعني، وهتشتغل على مشروع حقيقي مع ناس حقيقيين، مع منتورز موجودين وناس شغالة مثلا في ريد هات وسي ان سي اف وشركات كبيرة، مش
مش ناس صغيرة يعني. فده هو المنتور شيب نفسها. فاختصار هي بتشتغل عن هاو ات وركس. هي يعتبر مختلفة بشكل طفيف يعني عن جوجل سمر اوف كود. يعني جوجل سمر اوف كود مثلا فترة التحضير بتاعته أو فترة نزول المشاريع والأورجنايزيشنز والتقديم والكلام ده بتاخد فترة طويلة، مثلا حوالي مثلا شهر، شهرين، 3، فعلى حسب ما أنت بتبدأ من إمتى. بس الفيكس تختلف إن هي المشاريع بتنزل، بعدها بأسبوع الناس بتقدم، بعدها بأسبوع تقريبا الناس بتتقبل. وده انت مش محتاج مثلا تعمل contributions او تشتغل شغل كبير يعني. فانت مثلا بتقدم لك تاسكات لازم تعملها وانت بتقدم تاسكات، مثلا انك تقدم سي في، تقدم مثلا بروبوزال، تقدم كفر ليتر. ممكن برضو تعمل حاجات زي بي ارز يعني. ده بيختلف من اورجانيزيشن لاورجانيزيشنز، وكل الاورجانيزيشنز دي تحت اللينكس فاونديشن نفسها. يعني لينكس فاونديشن دي نقدر نقول ان هي منظمه كبيره، تحتها منظمات اصغر، وممكن المنظمات الاصغر دي تحتها منظمات اصغر، وهكذا يعني. فده هي بتشتغل ازاي. وبرضه هي بتختلف برضه عن جوجل سمر كود إن في حاجه تانية، ان جوجل سمر كود بيبقى مره واحده بس في الصيف طول السنه. بس اليفكس بيشتغل 3 مرات في السنه و3 ترمات، وده كله التايم لاين بتاعهم. فهتلاقوه مثلا في الدوكيومنتيشن اللي هو مكتوب في الكيو ار ده او على اللينك. فكل التفاصيل بتاعت التايم لاين اللي بيبدا من امتى وبينتهي امتى وهكذا. فمن اول ما من اول ما الترم يبدا المشاريع بتنزل، وكل اورجانيزيشن بتختلف في طريقه التقديم بتاعتها. فخامس نقطه بقى هنتكلم عن سي ان سي اف. يعني سي ان سي اف دي كلاود نيتيف فاونديشن. دي من اكبر الاورجانيزيشن اللي تحت لينكس فاونديشن. دي ليها علاقة بالكلاود نيتيف، أي حاجة ليها علاقة بالكلاود زي كوبرنيتيز، دوكر، أي مشروع ليه علاقة بالديفوبس برضو. فده لحد كبير سين سيف شغال عليه، زي جينكنز، زي المشاريع الكبيرة دي تبع الديفوبس والكلاود. فسين سيف من الرعاة بتاعتها يعني، أو الناس اللي بتدعمها. فدي أكتر أورجانيزيشن بتقدم فيليفكس منتورشيب. بتنزل مثلا في كل ترم حوالي مثلا 60 مشروع، 70 مشروع، ومشاريع كبيرة، كلها مشاريع كبيرة مش صغيرة. فده باختصار بقى الليفكس منتورشيب. شكرا. تمام، جميل، شكرا جزيلا يا عماد. طيب دلوقتي تالت بروجرام معانا هيكون MLH، وما هيكون معانا جودة هيكلمنا عنه. اتفضل يا جودة. أهلا، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أنا أحمد جودة. كنت قابلت في جي سوك في بوست جريس وام ال اتش، كنت قدمت برضو وصلت لحد الماتشنج، يعني أعرف يعني ايه ماتشنج حالا. بس خلينا يعني ايه نبعد عن شخصي ونبدأ نتكلم عن البروجرام بشكل أفضل يعني. هي ام ال اتش هو حاجة زي جروب أو هيئة، اورجانيزيشن يعني كبيرة. معظم المديرين بتوعها بيبقوا تقريبا خريجين جداد او حاجه كده. هي هدفها ان هي تنظم هاكاثونز وتنظم فيلوشيبس او فرص انترنشيبس للطلاب. كتير من الحاجات هم بيحاولوا يعملوها بحيث ان هي تبقى ريموت، بحيث ان هم واحد من اهدافهم الرئيسيه او تقريبا هو هدفهم الرئيسي ان هم يساعدوا الناس. هو ده اللي هم بيقولوه يعني. وان هم يساعدوهم يعني يكتسبوا خبرة قبل ما يبدأوا يدخلوا في سوق العمل. ام ال اتش او ميجور ليج هاكينج هي سبورتد باي شركات كبيرة جدا، يعني جوجل وميتا وجيت هاب. الناس دول كلهم اوفيشال سبونسرز ليهم، وهم بيعملوا انتجريشن معاهم وبيعملوا هاكاثونز بالتعاون معاهم وكده. فممكن نبدأ نشوف الحاجات اللي MLH بتقدمها. أول حاجة واللي هم بيعملوها كتير هي الهاكاثونز. الهاكاثون هو تعريفها بسيط، بس يعني هو competitive challenge. هم بيهوستوا هاكاثونز في حاجات كتير جدا. يعني هم بيعملوا هاكاثونز للسوفت وير انجينيرنج، بيعملوا هاكاثونز لايه تاني، والكريبتو والحوارات دي.
وبيعملوا هاكاثونز برضه لجزئيات الامبر ليفل والمايكرو كنترولرز وكده. بتبقى عبارة عن مسابقات، أحيانا بتبقى أونلاين وأحيانا بتكون مش هنا. بيبقى عليها جوائز للي يحقق أحسن حاجة، وبيبقى أوقات بيبقى فيه أوفرز أو انترنز أو كده، بتنتج عن بياخدها الناس اللي بيحققوا أعلى حاجة في الهاكاثون، أعلى مراكز في الهاكاثونز دي. فهي بصراحة أنا ما دخلتش هاكاثون قبل كده، لأن أنا عرفت عنها متأخر وكنت مشغول جدا، فما ما جاتليش الفرصة. لكن أنا بصراحة أرشحها جدا للطلبة بالذات اللي لسه في أوائل فترة الكلية. يعني هي فرصة جميلة إنك تتعرف على ناس، تدخلوا سوا المسابقات، إنك تحاول ترانك وورلد وايد على مستوى الناس كلها. والتشالنجات ما بتبقاش بسيطة، يعني هم بيبقوا كرييتيف في التشالنجات اللي هم بيحطوها. فبجد يعني أرشح الموضوع ده. كان بالنسبة لل MLH هاكاثونز. ال 2026 هاكاثونز، اللينك بتاعها موجود تحت في اليوسفول لينكس، يعني تقدر تبص عليه. تالت حاجة بقى، وهي أهم حاجة، هي الفيلوشيب اللي هم بيعملوها. MLH بتهوست فيلوشيب تقريبا كل كذا شهر، يعني ممكن تقريبا كل شهرين أو 3. ثانية واحدة، حصل عندي مشكلة. ماشي تمام. هم بيهوستوا الفيلوشيب، ملهاش ميعاد معين. هم تقريبا كل شهرين أو 3 بتفضل متابع معاهم، وهم بيعلنوا عن باتش جديدة بدأت هيبدأ التقديم عليها يعني. ايه هي ال MLH فيلوشيب؟ زي ما قلت، هو جزء من المحاولة بتاعتهم ان هم يبريدج الجاب ما بين سوق العمل وما بين اللي الطلاب بتشتغل عليه، وما بين ان هو يساعد الناس من مختلف انحاء العالم ان هم يجين اكسبيرينس يعني، ويتعرض لريل وورلد بروبلمز وكده. الفيلوشيب بتبقى عبارة عن بروجكتات جاية لهم من الشركات اللي بتسبورتهم أو شركات هم متعاقدين معاها زي جوجل وميتا وجيت هاب وكده. أحيانا بيبقى فيها، أظن أغلبها بيبقى أوبن سورس، وأحيانا بيبقى فيها حاجات كلوزد سورس. مش شرط يعني إن كله بيبقى أوبن سورس. هم والبروجكتات دي بتبقى هم بيفلتروها ويحددوا التيك ستاك والاكسبيرينس المطلوبة من أي حد هيبقى محتاج يشتغل على البروجكت ده. وبيقسموا الناس لجروبات. المفروض ان هم بيقسموا جروبات، ان البروجكت ده هيشتغل عليه 10، البروجكت ده هيشتغل عليه 6 أو هكذا. وبناء على ذلك بيبدأوا بقى يفتحوا التقديم انك تخش تقدم عندهم. ايه هي البروسيس بتاعت التقديم؟ بينزلوا فورم ان انت المفروض مطلوب منك تملاها. انت طبعا يعني موضوع الفورم ممكن يبان تريفيال جدا، اللي هو يعني ممكن استخدم شات جي بي تي وكده. لكن لا، الفورم بتاعتهم بتبقى صعبة جدا، وبتبقى هي اكتر حاجة بيعملوا بيها فلتريشن للناس، الاسئلة اللي في الفورم يعني. ولو انت كاتب بشات جي بي تي او هو حاسس انك كاتب بالاي اي، هيرفضك تماما. اشهر الاسئلة اللي بتتسأل هناك هي اسئله زي انت ليه حابب تشارك. هو طبعا بيبقى كاتب في تحت كل كويشن اللي هو بي كرييتيف، يعني احنا عايزينك تثبت لنا ان انت مش واخد افكارك من شات جي بي تي او حاجه. بيطلب منك تحط بروجكت انت اشتغلت عليه، او على الاقل اشتغلت على جزء منه، وتشرح إيه اللي انت اشتغلت عليه، وايه المشاكل اللي قابلتك وانت شغال عليه، وازاي بدأت تابروتش المشاكل دي وكده. دي تقريبا كانت أهم الأسئلة. وبرضه بيبقى في أسئلة كتير عن الكوميونتي، وإزاي بتتعامل مع الناس، والإكسبيرينس بتاعتك في الكوميونتي ووركس وكده. بس أظن الأسئلة بتختلف من فترة للتانية، يعني خصوصا مع ظهور شات جي بي تي. يعني هم أكيد غيروا الأسئلة، أنا ما قدمتش على آخر باتش أو اتنين بصراحة. فهي دي الفكرة في الكويشن فورم، ان غالبية الناس بيقدموا، وبعد كده بيبقى في فولunteers من ناس اتقبلت قبل كده، بيبقوا هم مسؤولين عن ان هم يعملوا فلتريشن للناس اللي من الفورم دي. والفلتريشن بيبقى عنيف جدا، يعني حسب ما انا فاكر كان عملوا احصائية باين ان 70% من اللي بيتفلتروا او 80% بيبقوا عدوا من الفورم، و10% بس اللي بيكونوا وقعوا في الانترفيوز او كده يعني. بعد كده هتلاقي بعدها بفترة في ناس بدأت تكلمك عشان هتبدأ تعمل behavioral interview. هتحددوا ميعاد وهتبدأ تخش في الانترفيو.
للأسف يعني هم بيبقوا قايلين إن أهم حاجة تقريبًا هيقيسوها في الinterview ده هو أهم حاجتين، هو أول حاجة سرعة النت عندك، يعني دي ممكن تكون مشكلة. تاني حاجة هو بيبقى حابب يسألك عن خبراتك وأنت إزاي بتتعامل مع في الteam work وكده. بالنسبة لي أنا كنت ساعتها كنت في خلال فترة GSOC كنا خلاص بنخلّص، فأنا كنت قاعد أتكلّم عن اللي أنا كنت باعمله ساعتها. لو أنت مش في GSOC ممكن تتكلّم عن الactivity بتاعتك مثلًا، لو أنت member هنا في active courses ممكن تكون حاجة حلوة تقعد تتكلّم عنها، لو أنت member في student activity تقعد تتكلّم عنها وكده. هو الinterview بيكون بسيط جدًا بصراحة، هو يعني نقطة الضعف الوحيدة فيه اللي ممكن توقّعك هو إن النت عندك يبقى وِحِش. لكن غير كده يعني أي كلام عن أي activity أنت شاركت فيها مجرد يثبت له إنك مش هتبقى شخص يعني مُريب في التعامل معاه في وسط الجروب اللي قُلنا هو هيحطك فيه وأنتم شغالين على project معين ويقدر يضمن التزامك، فهو خلاص هيعدّيك. بعد كده لو عدّيت طبعًا بييجي مرحلة الtechnical interview. الtechnical interview دي بتبقى يعني mainly على أساس الproject اللي أنت بعتّه والtech stack اللي أنت حددت إن أنت تقدر تشتغل بيها. عن نفسي برضه كنت لسه يعني تجربتي معاه كنت إن أنا لسه كنت في فترة GSOC، فأنا قدّمت في project كنت شغّال عليه في GSOC. دخلت الinterview كان هو قعدنا نتناقش عن إيه الفكرة اللي أنا كنت باحاول أعملها في الproject ده، وليه الproject ده بيحل مشاكل أصلًا، والناس بتستخدمه إزاي. و و وقعدت أbuild الproject قدّامه وأورّيه إن ده بيحصل كذا، وقبل كده ده ما كانش بيحصل، فأنا ضِفت الfeature الفلانية وعملت كذا. بعد كده هو فتح الكود وبدأ يقرا الكود وبدأ يسألني فيه وهكذا. هي دي المفروض الprocess اللي هو حتى يعني هو ده فعلًا اللي هم بيبقوا كاتبينه عندهم على الموقع، لإن أنا حسب ما أنا فاكر هم عندهم site كده بي بي بيح كاتبين فيه إيه المتوقع في خلال الinterview ده، أو هي بتتبعت مع الإيميل مش فاكر بصراحة، وللأسف نسيت أحط الlink. بس أنا كنت قريتها وهو كان الموضوع متطابق. آآ ال الموضوع كان متطابق مع اللي هم قالوه فعلًا، إن هو هيفتح الكود وهيبدأ يسألك فيه وهيبدأ يتناقش معاك ليه إيه الdesign decision اللي أنت خدته هنا وليه اشتغلت على دي كده. فهو طبعًا يعني الحاجة اللي ممكن تعدّيك من الtechnical interview هنا هو جزئية إن أنت فعلًا كان عندك project حلو واشتغلت عليه قبل كده، فبالتالي هتبقى عارف تتكلم عنه، وهتبقى عارف ليه ده بيحل مشاكل وكده. فهي الفكرة مش في إنك هتجهّز الinterview، يعني حاجة زي دي بيبقوا بيتارجت الأشخاص اللي هو already عندهم حاجة زي دي جاهزة من فترة كبيرة، يعني اشتغل على حاجة زي دي بقى. فهو سهل جدًا بقى هيكلمني عن المشكلة اللي هو حلّها أو أيًا كان يعني بقى ساعتها الكلام ده كله جاهز عندك. لكن لو أنت مثلًا لسه بتتارجت الfellowship جديد وما عندكش حاجة زي دي تقيلة، أو عمرك ما اشتغلت على project كويس، غالبًا هتبقى صعب تجهّز حاجة زي دي أول ما batch تفتح، يعني صعب جدًا، بالنسبة لي على الأقل يعني. دي مرحلة الtechnical interview وأنا عدّيت منها برضه بالمناسبة. وجه في الآخر حاجة هيقول لك بدأت مرحلة الmatching. إيه مرحلة الmatching دي؟ هو بيقول لك كده أنت خلاص اتقبلت، أنت technically valid إن أنت تدخل معانا الfellowship، لكن هو بيبقى عندهم بروجيكتات معيّنة بس هم اللي قدروا ياخدوها. البروجيكتات دي هو بيبقوا منزّلين إيه هي البروجيكتات الpreferred بالنسبة لهم. يعني إحنا كانوا أول ما أنا قدّمت كان حسب ما أنا فاكر كانوا عايزين ناس شغّالين بPython وRust أو JavaScript وRust. أنا كنت مقدّم Golang. آآ على ما وصلنا لمرحلة الmatching كانوا نزّلوا update إن هم الشركات دخّلت لهم عدد كبير من البروجيكتات شغّال بC# والtech stack بتاعة .NET والحاجات دي. فهُم عايزين ناس أكتر عندها C# experience وكده، بس هُم غالبًا بيبقوا منزّلين هُم هيتارجتوا إيه في الbatch الجديدة اللي هتبدأ، الtechnologies اللي هينزّلوها. وعلى الDiscord بتاعهم برضه الlink بتاعه موجود تحت، بيبقوا بيبعتوا updates بكل حاجة بتحصل يعني. بس مرحلة الmatching هو إن هو الpool بقى بتاع البروجيكتات اللي هو محدّده، سواء البروجيكتات دي C# كذا، كذا، كذا. ال وال
والبروجكت ده هو هيماتش فيه كام واحد، يعني هو عايز 6 هيبقوا بيشتغلوا على البروجكت ده، ال6 دول هيبقى معاهم منتور، والمفروض بيبقى ليهم دي نقطة أنا نسيتها. المفروض بيبقى ليهم ميعاد أسبوعي تقريبا مرتين في الأسبوع بيدخلوا في ميت. أنت لو ما عرفتش تدخل الميت ده فأنت مرتين، فأنت بتطرد من الفيلوشيب يعني، أو نسميها انترنشيب يعني. فهو ده فعشان كده هو بيبقى مهم بالنسبة له إن هو يتست النت عندك في البيهيفيرال انترفيو. ده بالنسبة. وبعد كده كنا وصلنا فين؟ إن هو بيبدأ بقى يماتش الناس اللي هم عدوا عنده للبروجكتات دي. يعني مثلا لو هو عنده 10 مثلا كانوا مقدمين جافا سكريبت، وهو ما عندوش بروجكتات جافا سكريبت، أو أنا مثلا كنت مقدم جو هو ما حصلش إن عنده بروجكتات جو، وأنت ما بتتقبلش. بيبدأ بقى يحصل ماتشنج. أنا مش عارف الكرايتيريا، وما أظنش حد عارف الكرايتيريا اللي بتحصل بالتفصيل يعني، غير لو حد هو شغال معاهم جوه. لكن هو بشكل عام هم بيقولوا ان هم بيماتش على حسب التكنيكال ريكويرمنتس المتاحه والتكنيكال سكيلز بتاعت الشخص اللي بيقدم. فبس هو ده الموضوع. تاني انصحكم تقدموا جدا في MLH فيلوشيب. ليه؟ لان اولا يعني بالنسبه لي هي فرصه كالعاده، ككل البرامج اللي غير اتكلموا عليها قبل كده، ان هي تشتغل على حاجه حقيقيه وتاخد فرصه انترنشيب و... و... وتاخد اكسبيرينس، بالذات لو انت لسه طالب يعني. ثانيا في MLH تحديدا، يعني MLH من الحاجات الحلوه فيها ان هي مش مشهوره في الهند او تقريبا عاملين بلوك للهند لسبب قانوني او حاجه كده، فهم الهنود ما بيدخلوش كتير. ومعظم الناس اللي هناك بيبقوا تقريبا من الاجانب. هي مشهوره جدا في امريكا واوروبا، فهي فرصه تتعرف على ناس كويسه وشاطره وناس في جامعات كبيره وتشتغل معاهم على بروجكت. فهي الكلام ده يعني بيدفع فيه فلوس يعني، عشان الناس تاخد اكسبيرينس زي دي. وبس ده تقريبا. وتقريبا بيبقى فيه ستيب اند في الاخر، مش وبس كده. ده كده كل الكلام اللي انا كنت عايز اقوله عن MLH. اللينكات او اللينك ده اللينك بتاع الفيلوشيب اللي هو تدخل عليه كل شويه لغايه ما تشوف ان في باتش جديده فتحت، وتبدا تقدم بقى، تدخل على الفورم بقى وتفضل مكمل في البروسيس زي ما النقط مكتوبه. ده اللينك بتاع الهاكاثونز. كل ال 2026 هاكاثونز اللي هم اعلنوا عنها كلهم تقريبا لسه ابكامينج يعني، ما فيش حاجه بدات يعتبر الا واحد او اتنين. والام ال اتش كوميونتي ديسكورد ده الكوميونيكيشن تشانل الاساسيه بتاعتهم. تقدر تدخل هناك وتسال، او حتى ما تسالش يعني، بس يعني شوف الانونسمنتس اللي بتحصل، لان هي بتنزل هناك اسرع مما تنزل على الويب سايت يعني. وبرضه هم عندهم كذا شات للهاكينج يعني، والشغل على بروجكتس وكده. هتتعرف على ناس كويسه، هتلاقي ناس بتشير حاجات كويسه، وهتستفيد يعني من الاخر. وبس اظن ده كل اللي كان عندي اقوله هذه الجزئيه يعني. تمام، شكرا جزيلا يا أحمد. البروجرام اللي بعد كده هو European Summer of Code اللي هو إيسوك. وقبل ما نبدأ الكلام على إيسوك كان عندي سؤال. احنا معانا كام حد هنا مهتم بال AI؟ ممكن الناس المهتمة بال AI تريز هاند؟ لا مش معقول. اوكي، في ناس بدأت تريز هاند. تمام، ظريف. متوقع بما ان في ناس كتيره، مش كتيره، قليله بالاي اي. نفس الشيء في البروجرامز المهتمه بالاي اي قليله جدا. وتقريبا الوحيد اللي شفته منهم اللي هو mainly about AI هو كان ايسوك هي عباره عن European initiative بتحاول انها تماتش. هي شبه فكره جيسوك اللي هي بتحاول تماتش contributors ب open source projects. البروجكتس عندهم mainly يا اما pure AI يا اما machine learning او حاجه في السبيكترم بينهم. ممكن تتاتش السوفت وير انجينيرنج شويه، ولكن احنا mainly requirements محتاجين يكون عندنا AI. تمام. البروجكتس بتختلف سواء applied projects او open source. الاوبن سورس mainly عباره عن project open source، يعني زي جيسوك منزل projects واحنا بنختار منهم ونكونتريبيوت معاه، او applied project ودي بتكون زي شركه او organization public معينه هي متعاقده معاهم ان هم يعني يجيبوا لهم ناس يشتغلوا على مشاريع عندهم.
ففي النوعين دول من المشاريع، وفي الحالتين احنا بنتكلم في AI projects. عندهم projects زي scikit-learn, sktime, PyTorch forecasting وما إلى ذلك. التقديم بقى بيمشي ازاي؟ نظام التقديم على مرحلتين، المرحلة الأولى تاسك والتانية انترفيو. التاسك بتختلف على حسب المشروع، يعني كل مشروع ممكن يطلب تاسك مختلفة عن غيره، ممكن ما يطلبش تاسك أصلا، مجرد يقولك املى فورم، وفورم حتى ما فيهاش أسئلة قوي، هي فورم عادية جدا. أو إن هو يطلب PR، ممكن يطلب جود فيرست ايشو، ممكن يطلب PR لأ كويسة، ممكن يطلب بروبوزل. فالموضوع ديبندنت على البروجكت. والتاسك لو طلبت بتكون يعني معاك مدة من أسبوعين ل3 أسابيع عشان تعملها، وبرضو ده ديبندنت على البروجكت. بعدها هتدخل في مرحلة انترفيو. الانترفيو نقدر نقسمها لسكشنين. السكشن الأول بتعرض فيه كود سامبل عندك، لازم يكون بايثون كود، سواء PR انت عاملها قبل كده او بروجكت انت اشتغلت عليه قبل كده. وبعدين تتسأل اسئله، منها تكنيكال عن البايثون والداتا ساينس، ومنها اسئله مش تكنيكال عن تجربه الكونتريبيوشن في الاوبن سورس. بيساعدك جدا انك تتقبل انك يكون عندك contributions قبل كده في open source projects whatever هي ايه، ولكن هتستفيد لو كانت البروجكتس دي AI projects او من البروجكتس اصلا اللي بتنزل عندهم او اللي هم متعاقدين معاهم. مرحلة بقى البروجكت نفسها وهي مختلفة يعتبر عن باقي البروجرامز، مش ان انت مثلا يوميا بتشتغل على تاسك وبتبلغ المنتور بتاعك انا عملت ايه، لا انت بتكون جزء من تيم. التيم ده عنده ميتينجز يومية بيتناقشوا في ايه اللي هيحصل، يعني literally انت ولا كأنك في بيئة عمل، في ميتينجز يومية، في سكرامز أسبوعية وما إلى ذلك. وطبعا بيكون معاك المنتور بتاعك. بالنسبة للبروجرام السنة دي فهم عاملين زي official event هيكون يوم 30 الشهر ده، هيتكلموا فيه عن تفاصيل أكتر عن البروجرام. فلو حد حابب مهتم يعرف عنه أكتر ممكن يحضر الإيفنت. وكمان السنة دي المشاريع هتنزل على 2 batches. الباتش الأول هيكون في 18 فبراير والتاني هيكون 19 مارس. في الباتشز دي بينزل مشاريع كتير، ولكن لو انت ما لحقتش حاجه من الاثنين دول ده مش معناه انه مش هينزل مشاريع تانية، لا هي المشاريع عندهم رولينج بيزيس اصلا، فممكن تنزل في اي وقت، ولكن توقيتات الباتشز دي بينزل فيها اكبر عدد من المشاريع. اغلب مشاريع السنه دي من معلومه يعني عرفتها ان هي هتكون نفس مشاريع السنه اللي فاتت بنسبه كبيره. وبس حطيت هنا اللينك، لو حد حابب يسال سؤال ممكن يسال في الدسكشنز هنا، والاورجنايزرز بتوع البروجرام هيردوا عليه. ده كله بالنسبة لإيسوك. بعدها هنتكلم عن إيجاليا وهيكلمنا عنها باشمهندس جاد. اتفضل يا جاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن جاد، خريج حاسبات المنوفية. كنت اتقابلت السنة اللي فاتت مع جاليا في تيم كروميوم. بكلمكم شوية عن البرنامج. اتقابلت في تيم كروميوم، بس البرنامج فيه أكتر من حاجة تقدر تقدم عليها. يعني أصلا المتصفحات ممكن تقدم على ويب كيت أو كروميوم على حسب اللي موجود في الباتش دي. ماشي، ممكن تقلب السلايدز اللي بعدها. ماشي. وفي برضه حاجات مثلا في اللينكس كيرنل، وفي حاجات مثلا في الكومبايلرز زي LLVM او جافا سكريبت انجنز مختلفة. في السنة اللي انا قدمت فيها ما كانش فيه لينكس كيرنل، فمش شرط كل حاجة تبقى موجودة. البرنامج هو شرط عشان تنجح فيه بتخلص 750 ساعة، بتخلصها قبل السنة. فبتبقى بالريت اللي انت حابه يعني. انا بالنسبه لي كان عندي منتور وكان عندي ويكلي ميتينجز، بس مش يعني انا ما اعرفش هل ده المتعارف عليه ولا لا. وكان عندي برضه واحد كمان من التيم كان بيساعدني جدا، لان انا كنت شغال على حاجات كان هو نوعا ما هو اللي عامل لها امبلمنتيشن، فكنت برضه بتكلم معاه كتير يعني. التقديم بيبقى في اواخر فبراير، وبيقعد مثلا حوالي شهر ونص. وطبعا التقديم البدري بيبقى احسن والكلام ده كله اكيد. لو انت عندك contributions في المشاريع اللي هم مهتمين بيها او حاجات في نفس الدومين او خبرة سابقة، فدي بلس كبيرة جدا. بس كده، ده كل اللي عندي يعني عن البرنامج. تمام، اوكي، شكرا يا جاد. طيب احنا اتكلمنا عن كذا بروجرام، واكشلي في بروجرامز تانية مش هنقدر نتكلم عنها كلها، ولكن في ثريد هنعمل ريفير لي مكتوب فيه بروجرامز كتير لو حد حابب ان هو يستكشف. دلوقتي هل احنا في ناس هنا حاسه انها ممكن تتقبل في البروجرامز دي، ولا كم حد هنا حاسس انه لا ده الموضوع صعب ومعقد وما الى ذلك؟ لو حد حاسس ان الدنيا معقده ممكن يريز هاند.
طب جميل جدا، ده شيء يدعو للتفاؤل. احنا ما عندناش غير، لا ده ناس بتكتر. تمام، مين تاني حاسس ان الدنيا صعبة؟ اوكي. حاجة معينة لو هي صعبة، ممكن يخليك تحس انه لا ده هي مش صعبة، لو لقيت ان في ناس لا عملتها قبلك. لو شخص هتحس ان الصعوبة اقل، لو شخصين هتحس انها اقل زيادة، لو 10 هتحس انها اقل اكتر كتير. ف يعني دي دلوقتي الفقرة السبيشال عندنا. احنا هنا عايزين الناس اللي اتقبلت في بروجرامز قبل كده تطلع تتكلم عن اسمها والمنظمه اللي هي اتقبلت فيها، وفي 30 ثانيه تحديدا هنتكلم وبعدين هننزل تاني. ممكن نبدا ب مين هيبدا معانا؟ هاني معانا، ممكن تبدا. في احمد فتحي، يبقى نطلب ريكويست اللي هو في خالد. خالد معانا. ممكن نخلي حد تاني مثلا يأكسبت ونبدا الناس اللي طلعت تبدا تتكلم مثلا. الناس اللي حابه تطلع تريز. سامعني؟ تمام. اسمعك خالد، ممكن تبدأ. اتفضل. صوتي واضح ولا في مشكلة؟ مظبوط يا باشا. تمام. ازيكم يا شباب، أنا خالد رياض، خريج حاسبات حلوان 2023. اتقابلت السنة اللي فاتت في ماريا دي بي. خبرتي يعني في الموضوع بكل بساطة إن أنا كنت بحاول أقدم في جيسوك لحوالي 3 سنين. بس كل مرة كنت بترفض عشان ما بقدمش. بس يعني هو كان الاختلاف في 2025 إن أنا اتقبلت علشان أنا قدمت. فالموضوع ببساطة إنك أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم إنك أنت تبدأ تاخد الخطوة. لأن زي ما بيقولوا أنت بتخسر كل الفرص اللي أنت ما بتنتهزهاش، أو أنت يعني بدل ما أنت ما خدتش الخطوة فأنت كده كده 100% هتخسرها. فحاول إنك أنت يعني تستعين بالله سبحانه وتعالى وتجرب، سواء بقى جت فده خير، ما جاتش برضو خير. وكل الموضوع يعني كان شوية إيه، إن تدوير بسيط. أدخل أتكلم في الكوميونيتي، أشوف هما الدنيا بتمشي معاهم إزاي. بي آر صغيرة في التانية، بعت البروبوزال ونسيته خلاص. والحمد لله ربنا وفقني ودخلت يعني. بس فديت كانت تجربتي ببساطة يعني. جميل، شكرا جدا يا خالد. عايزين ناس تانية بعد خالد تتكلم، بس عايزين نتكلم في 30 ثانية. البروجرام اللي انت تقدمت فيه، اسمك، وهننقل اللي بعده على طول ان شاء الله. معانا أشوش. أنا ممكن أخش. أيوه. أنا الحمد لله كنت اتقبلت في جيت لاب 2025. كنت عملت implementation للجيت اوبريشنز لحاجة مشابهة للويب اي دي اللي هو اللي موجود في فيس كود. بالنسبة بس للجزء اللي انت خايف او اللي انت مش عايز تقدم او الحاجات اللي زي دي، ده لو انت ماشي لوحدك بس. لكن لو انت كل خطوة انت بتحاول تصحح سيرك، بتاخد فيدباك على كل حاجة وانت ماشي. انت بتشوف حاجة غلط تتأكد هل هي غلط ولا هل هي صح. وطول ما انت ماشي بالاسلوب ده بيبقى احسن بكتير واسهل ان انت تعرف تلقط الاخطاء بتاعتك بدري بدري يعني. وما تقعش في اللي هو انت طلعت عمارة غلط مثلا في الاخر يعني. بس وديت الفكرة بتاعت جيت لاب يعني، واللي انت بتقعد تخلي الناس اللي تقابلك يكونوا منتورز ليك. تمام، بعيدا عن المنتور بتاع الاورجنايزيشن بتاعتك. بس هي دي تعتبر اسهل طريقة للقبول، وبتخلي الطريق بتاعك يكون مرسوم وواضح. يمكن الوضوح ده بيبقى علاج للمشكلة بتاعت التوهان اللي بتخليك تسوي في الموضوع من الأول يعني. بس تمام، جميل، شكرا يا شوش. ممكن يا جماعة يعني ورا بعض، لما حد يخلص التاني يجي وراه على طول. اللي جاهز يا جماعة دلوقتي عادي ممكن.
أقول على إيه؟ البروجرام بتاعي. منار. تمام، أنا منار الحبال، في تالتة حاسبات ومعلومات المنصورة. اتقبلت في بروجرام جيرل سكريبت سمر اوف كود. ده كان بروجرام هندي، تقريبا قدمت في شهر 9 أو 8 مش فاكرة. كان مدته 3 شهور يعني. أول ما قدمت ما كنتش عارفة حاجة خالص عن الأوبن سورس، وأنا اللي بدأت أتعلم يعني. بس الموضوع كان أسهل بكتير يعني ما كان في دماغي. كان الموضوع بصراحة كان سهل يعني. جميل، شكرا يا منار. ممكن تتفضل يا عماد. اوكي، انا كنت اتقبلت في جوجل سمر اوف كود 24 السنه اللي فاتت في اورجانيزيشن اسمها ميتاكور. الاورجانيزيشن يعني باختصار عباره عن ان هم شغالين على مشروع اوبن سورس. هم يعني تقريبا 3 اللي عاملينه لحد دلوقتي. ال3 دول هم اللي شغالين لوحدهم. عباره عن ميكسنج بين لغات البرمجه، يعني انك ده انجن يعتبر او ران تايم شغال عشان تشغل كذا لغة برمجة في نفس الوقت وتنادي فانكشنز من فانكشنز وهكذا يعني. فتجربتي معاهم كانت لذيذة، واللي خلاني أتقبل أو القوة من الموضوع إن أنا كنت بدأت من بدري حبة، وكان لي تواصل مع المنتور، وكنت بحاول أحل عندهم مشاكل وهكذا، وحليت كذا مشكلة عندهم، اكتشفت بج وهكذا يعني. دي يعتبر أهم نقطة، إنك تبقى ظاهر ومتفاعل، وتحاول فعلا انك تشتغل وتبين انك حد شاطر بس. جميل يا عماد، شكرا. ممكن تتفضل يا عمر. عمر أعتقد. اوكي تمام. انا اسمي عمر ناصر. انا خريج حاسبات القاهرة. شاركت جوجل سمر في كود مع جيت لاب. جيت لاب لو حد ما يعرفهاش هي منصة للديف سيك اوبس. يعني بتوفر ادوات عشان خاطر التيمز تقدر تستخدمها ويقدروا يبنوا السوفت وير بتاعهم في بلاتفورم واحدة بس. حاجة مشابهة قوي للجيت هاب يعني. بس ده يعني معلومة عن جيت لاب لو حد مش عارف. ويعني لو في بعض الحاجات اللي ممكن تساعدك تتقبل في جيت لاب بالظبط، فهو أشوش آلة قبلية، فأنا يعني بأكد كلامه وبس. تمام، شكرا. جميل، شكرا يا عمر. ممكن يتكلم، ممكن تتفضل يا جودة. أهلا معاكم جودة تاني خالص. اتفضل. غير اللي كان بيتكلم من شوية. أنا اتقبلت في في سوك في بوست جريس 25 السنة اللي فاتت. بصراحة يعني مش عايز أخش في تفاصيل، بس هتكلم عن جزئية إنك إنك تخاف ما تتقبلش. بصراحة أنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن الموضوع، وكنت حاسس إن بوست جريس دي كبيرة جدا عليا، ومستحيل إن أنا أعرف أعمل أي حاجة. مستحيل حرفيا، ما كانش عندي أي أمل ربع في المية إن أنا أتقبل حتى لحد آخر لحظة. السبب الوحيد اللي كان خلاني اتقبلت إن أنا كنت بحط مجهود إن أنا أحاول أتواصل مع الناس، أحط مجهود إن أنا أحاول أشتغل وأوريهم شغلي. ف وثانيا إن أنا كنت متواجد هنا في السيرفر، وهم اللي عرفوني على الموضوع، وكنت لما بعطل في حاجة أبعت أسأل الناس هنا. فهم دول السببين بصراحة بالنسبة لي اللي خلوا الموضوع ممكن، إن كنت معايا ناس بتساعدني، وإن أنا كنت بحط مجهود بحط مجهود على قد ما اقدر. ورغم ان انا ما كنتش مؤمن لحد اخر لحظه، بس ده ما فرقش. فحتى لو انت حاسس انك شاكك او خايف او كده، مش مهم. المهم تعمل المفروض يتعمل وخلاص. ده بالنسبه لي بس. شكرا يا جودة. ممكن تتفضل يا جودة. طيب يا شباب، أنا جودة برضه، بس جودة تاني غير جودة الأولاني. أنا بقى كنت بقدم في دي سوك 2025. اترفضت فيها، لكن بعدها على طول دخلت تبع واسب دي الأورج اللي أنا كنت بقدم فيها. واسب دي من أكبر منظمات السكيورتي في العالم، إن لم تكن أكبرهم يعني. وتحتها مشاريع كتير جدا، وتحتها أورجنايزيشن كتير جدا، فهي تعتبر أمبريلا أورج. انا كنت دخلت في مشروع تبعهم، بروجرام كده تبعهم للناس اللي ما دخلتش دي سوك. فانا كنت اول واحد في البروجرام ده بس. والغلطه اللي انا عملتها، من اهم الغلطات اللي عملتها اللي خلتني ما اتقابلش بدي سوك. خلاص يا عم، اللي خلتني اتقابلت في دي سوك هي اني كنتش فليكسبل بما فيه الكفايه يعني بمعنى ان انا كنت نفسي على ستاك واحد بس ومتمسك بيه، ومش بحاول اخد ايشيو لستاك تانية. انا في الاساس باك اند يعني.
كنتش بحاول اخد اي فونت خالص، والراجل الهندي بينافسني كان بياخد اي حاجه، باك فرونت، يو اي، سي اي سي دي، دوكر، اي حاجه. فبس يعني دي اهم غلطه انا عملتها. وبس كده، هو ده بالنسبه لي. معلش تمام مضطر جدا، شكرا اقاطع. يا جود. انا معلش مضطر اقاطع. اتفضل. هو قال دلوقتي ان في غلطه اللي هي بتاعت ان هو مش فوكس. يا ريت الناس ما تاخدش بالنتيجه دي، بمعنى ان انت ممكن سبب نجاحك يكون ان انت مركز، وسبب ممكن يكون برضه سبب فشلك. ده مش معناها ان هو انت فشلت ولا نجحت، ولكن لو انت بتقيسها عند بس خطوه واحده حصلت في الحياه، فللاسف بيكون الحكم بتاعك مجحف. في ناس كتيره ممكن تنجح بسبب ان هو ساب كل حاجه وركز على حاجه واحده بس، والعكس صحيح. فمش قاعدة ومش غلطة. النتيجة مش النتيجة الواحدة مش نتيجة حتمية على الرحلة بتاعتك. أنا هدي مثال على نفسي. أنا كنت أول مرة في حياتي كنت أخش جوجل سمر سكول كان 2019. كنت بحاول في تشيك ستايل، كنتش فاهم أي حاجة تحديدا. كنتش أعرف يعني إيه جيت، ما كنتش أعرف يعني إيه جيت هاب، ما كنتش أعرف أي حاجة، صفر. وبسبب الرحلة دي اللي أنا طبعا ما كملتش، وكانت صعبة عليا. وعلى فكرة لما كنت بقدم على جولد سمر في كود في كروميا، انا كنت برضه بقدم على تشيك ستايل. انا كنت حاسس ان تشيك ستايل صعب عليا، كنت حاسس ان كروميوم سهل، بالرغم من حجم الشتان، حجم المشاريع عن بعض. بالمناسبة تشيك ستايل واحدة من أكبر الشركات، مش كبيرة ولكن مشهورة جدا، يعني حتى مستخدمة في كروميوم. فده مش معنى إن أنت مش قادر على شركة عشان هي صغيرة، ما بالك بالشركة الكبيرة، مش قاعدة. خلال المجتمع وكلامك مع الناس في حاجات شبه دي هتتعالج لك، ودي من ضمن الحاجات اللي ما بتتقالش بشكل صريح. انا بحاول اضرب مثل او بحاول اشاور على القمر، فما حدش يبص على يبص على الامثله او على صباعي. ده مثل مشهور اللي هو بشاور لك على القمر ما تبصش على صباعي. فحاولوا برضه ما تتعلموش الدروس الغلط دي، من ضمن الفوائد بتاعت المجتمع بس. جميل، شكرا جدا يا عمر. ممكن تتفضل يا فتحي. أنا أحمد فتحي، سوفت وير انجينير وطالب في آخر سنة في حسابات حلوان. كنت اتقابلت السنة دي في جوجل سمر كود مع جنون فاونديشن. جنون دي هي ديسكتوب انفايرمنت لينكس لو حد مش عارف يعني. أنا كنت شغال تحديدا على ابلكيشن اسمه بيبرز. ده دوكيمنت فيور، يعني بتفتح فيه بي دي اف أو أي نوع دوكيمنت بشكل عام، يعني سواء كوميكس مثلا. كنت بعمل اركتكتشر، كنت شغال بعمل بروتوتايب لاركتكتشر جديده هم عاوزين يعملوها يعني. بعيدا يعني عن الكلام التكنيكال كتير في القصه دي، يعني اقول نصيحه من حد يعني، انه حاول تخلي الكونتريبيوشنز بتاعتك ليها علاقه بالبروجكت اللي انت هتشتغل عليه. يعني كان بينافسني ناس كتير، بس انا كانت الكونتريبيوشنز اللي شغال عليهم، الايشوز اللي بحلها كانت ريليتد اكتر للبروجكت، فده كان سبب من الاسباب اللي انا اتقبلت فيها، اللي انا اتقبلت يعني. من ضمن الاسباب التانيه برضه اللي البنت قالها لي ان انا كنت يعني قبل ما ابتدي في السولوشن بتاعي كنت بتناقش مع فيه الاول. بدل ما بخش براسي زي ما بيقولوا يعني، وزي ما تيجي وأعوق الدنيا، وبعد كده يبقى ضاع وقت في الفاضي وحاجات زي كده يعني. آم، وبس يعني، وبرضه ما تخلوش كل المجهود محطوط في اورجنايزيشن واحده. يعني انا كنت بكونتريبيوت مع جنوم ومع جينكنز، كنت عامل كونتريبيوشنز كتير في الناحيتين يعني. ف يعني خلي في باك اب بلان، يعني ما تشتغلش على حاجه واحده بس، عشان ما تضيعش السنه كلها على الفاضي يعني. بس كده ده كل اللي عندي. تمام، جميل، شكرا يا فتحي. ممكن تتفضل يا صيام. أنا محمد صيام، طالب في حاسبات عين شمس. اتقابلت في جيسوك 2023 في منظمة أبيلتيوم، منظمة متخصصة في مجال الترجمة، ترجمة اللغات البني آدمين وبس. تمام، جميل يا صيام. ممكن تتفضل يا عز. السلام عليكم، أنا عايز كنت اتقابلت في 2024 مع فورتران. فورتران دي كانت تعتبر أول لغة هي اللي اتعملت. كان ساعتها ما كنتش أعرف أي حد اتقابل، حرفيا كنا بس البلوج بتاعت عبد الله اللي كان عاملها. والواحد ساعتها حاول وكان بيحاول مع كذا واحد صاحبه في الموضوع، واتقابلنا احنا كلنا ساعتها الحمد لله.
يعتبر اكتر حاجه ساعدتني ان انا اتقبل كان شويه البي ار اللي اتعملت، واني كنت دخلت شويه مع الكوميونتي، سالت في كذا سؤال، خدت اسمه ده، خدت ريفيو على البروبوزل بتاعتي. دي كلها كانت حاجات ساعدت في القبول وبس. تمام، جميل، شكرا يا عز. ممكن تتفضل يا محمد. تمام، أنا محمد أبو عمر، فرقة رابعة هندسة منوف. اتقابلت السنة دي في جوجل سمر في كود مع أورجانيزيشن اسمها أوبن ترانزيت فاونديشن. دي الأورجانيزيشن اللي المنتج الأساسي اللي هم شغالين عليه أوبن باسوي. أوبن باسوي دي حاجة زي سويفل كده عندنا في مصر، بتأوبريت على النقل العام في كذا ولاية في أمريكا. بتحاول عندهم برضو موبايل ابلكيشن للاند يوزرز عشان يخلوا تجربة المواصلات أسهل يعني عليهم، وبرضه عندهم تولز لشركات النقل نفسها عشان يمانجوا وسائل المواصلات بتاعتهم وهكذا، يعني بيشوفوا الأداء بتاعها ويراقبوا الأداء بتاعها. تمام، جميل. أنا كنت لو هدي نصيحة في للناس اللي هتبدأ، أنا شايف يعني أهم نصيحة إن أنت تبدأ بدري، عشان ده بيقوي إن أنت بيديك فرصة يعني إن أنت تبدأ تعمل contributions كتير مع الأورجانيزيشن بتاعتك، فده بيزود فرصك إن أنت تقبل. وفي نفس الوقت إن كيس إن أنت لقيت إن أنت اخترت اختيار غلط، فبيبقى معاك وقت برضو إن أنت تروح لأورج تانية من بدري. وشايف إن جوجل سمر في كود فير، يعني ممكن أنت لو إحنا هنقارنها بالانترنشيبس، أنت عندك الانترنشيبس ممكن تتفلتر لأسباب كتير. ممكن مثلا تبقى شخص كواليفايد بس الاي تي اس يطلع بتاعتك بره، فانت ما تتشافش. في فاكتورز كتير، لكن جوجل سمر في كود بحس ان هي معتمده على مجهودك، فانت ابذل فيها مجهود كبير وان شاء الله هتلاقي يعني مردود كويس. وان كيس دي ميزه الاوبن سورس برضو، ان كيس ان انت ما اتقبلتش الورست كيس، يعني انت برضو اشتغلت على مشروع كبير وشفت كود بيز كبيره وخدت الاكسبيرينس اللي انت تكونتريبيوت في الاوبن سورس، ودي في حد ذاتها يعني تجربة تعليمية كويسة. بس جميل، شكرا يا محمد. معانا عمرو برضو، ممكن تتفضل يا عمرو. الو، الصوت واضح؟ الصوت تمام. تمام. انا عمرو القناوي، انا اتقبلت، انا خريج كهرباء اصلا، ما اتقبلت السنه اللي فاتت 2020 في ستيشن تبع سب بروجكت علاقه بالعربيات بتاعتها. باختصار يعني كان عندي نصيحتين او ثلاثه بسرعه كده. اول حاجه طبعا زي ما كل الناس قالت ان انت تبتدي بدري، دي من احسن حاجه. تشوف الكوميونيكيشن تشانل بتاعت تبع البروجكت بتاعك، الساسه بتاعتك، وايه الحاجات عندهم. بالرغم ان انا ما كانش عندي اي بي ار، ما عنديش اي كنتريبيوشن الجيت هاب بتاعي حاجات كتير. وابتديت اتكلم مع الناس. وتاني حاجه فادتني انا يعني الحاجه اللي دخلتني اصلا ان انا كملت للاخر، انا عملت البروب مش عشان وال يساعدوني، بس لحد اخر لحظه انا كنت بعمل في البروب. تاني حاجه لما لقيت في واحد عليه مثلا اكتر من شخص والتاني يعني حاجتين انا اخترت اللي عليه اقل، فبالتالي يزود فلوس الجدول. يعني طبعا دي مش شرط قاعده، ولكن اللي حصل. عمرو، انت سامعنا؟ كان في مشاكل تقريبا في النت والصوت كان بيقطع، بس الناس سمعت طيب اللي اتقال ولا؟ ممكن لو هو الفكرة ان انا فاتح من الويب من لينكس، فانا هو آخر كام كلمة بس اللي احنا ما سمعناش، صوتك قطع جامد. هو الصوت بس هو بياخد شويه، يعني هو بيقول كلمه مثلا بياخد قطع رمية كلمه، بس هو دلوقتي اعتقد مستقر شويه، ممكن يكمل عندي. اعيد من الاول طيب.
انا ممكن اكتب عموما اللي انا كنت عايز اقوله يعني. طب لا خلاص تمام، هو تقريبا مشكلة النت زي ما هي، ممكن ننقل للي بعد كده. حد تاني لسه حابب يتكلم؟ حد تاني لسه حابب يطلع؟ اوكي معانا محمد، اتفضل صوتي يا واضح؟ محمد. تمام. أنا محمد علي، سنة تانية هندسة المنصورة. اتقابلت في ليبرا أوفيس 2025. كانت قصة، يعني أنا كنت بدأت كونتريبيوشن تقريبا في شهر 11، كان بسبب إن أنا كنت قرأت كتاب عن الأو بي وما كنت حاسه أوفر إنجينيرنج، أنا مش هستخدم الكلام ده في البروجكت اللي هعمله. فواحد صاحبي اقترح عليا إن أنا أكونتريبيوت في ليبرا أوفيس أصلا قبل ما أعرف جيسوك يعني. فبدات كونتريبيوشن عادي، وبعد كده يعني فضلت في ايشو تقريبا 4 شهور، واكتشفت ان هي كانت جيسوك بروجكت في 2012 من غير منتور، وخلصته يعني. فاتقبلت، فده كان السبب ان انا اتقبلت، وحتى كنت من غير حتى ما راجع البروبوزال او حتى اخد ريفيو او حاجه. وكان البروجكت بتاعي براست، وما كنتش بتعلم راست، بس هم كانوا يعني موافقين عليا واتقبلت يعني. بس وحاليا تقريبا بكونتريبيوت بقالي سنه ونص يعني في الاورج. بس كده. تمام جميل، شكرا يا محمد. حد تاني لسه حابب يطلع؟ اوكي اعتقد احنا كده تمام. طيب انا عندي سؤال دلوقتي. بعد كل الناس اللي اتقبلت دي ما شاء الله عليهم، الناس اللي كانت رافعة ايديها لما سألت هل انت حاسس ان الموضوع صعب، هل لسه شايفين الموضوع صعب؟ ممكن اللي لسه شايف الموضوع صعب ومش ممكن يعملوه او مستحيل يريز هاند تاني. انا مش شايفه حد بيريز هاند، فجميل، واضح ان الفقره دي ادت غرضها. طيب احنا خلصنا الفقره دي، وهنبدا نتكلم عن البلان بتاعه جيسوك 26 السنه دي اللي احنا هنعملها في السيرفر. اول حاجه ازاي نقدم. فترة التقديم بالنسبة لنا هتكون على خطوتين. الخطوة الأولى هيكون في 3 أسئلة هينزلوا في الانونسمنت شانل، بمجرد ما نخلص السيشن هيكونوا نزلوا، هنجاوب عليهم في الانترودكشن تشانل. جاوبنا عليهم خلال 3 أيام أو 5 ماكسيموم هتنزل تاسك، ومع التاسك هتنزل فورم. الفورم دي هنملاها وهنلاقي فيها مطلوب نملأ التاسك الأولى والتاسك التانية، أو بمعنى صح نحط لينكس للتاسك الأولى والتاسك التانية. تمام. المرحلة دي هتفضل من 6 ل10 أيام ماكسيموم. بعد ما المرحلة تخلص الكاتيجوري بتاعة جوجل سمر اوف كود هتتقفل على الناس اللي خلصوا التاسك، وبالتالي الحالة الوحيدة اللي هيكون ليك اكسس بيها على الكاتيجوري وان انت خلاص انت فولي ابلايد معانا ان انت عملت التاسك، جاوبت ال3 أسئلة ومليت الفورم. حد عنده اي استفسار عن نقطة الابليكيشن دي؟ طب تمام. بعد كده هتيجي مرحلة التيم فورميشن. في تقسيمتين للتيمات. التقسيمة الأولى هتكون عشوائية، انت بمجرد ما تقدم وتقديمك يعني وتقديم يتم هتدخل تيم بشكل عشوائي، وهنفضل في التيم ده قرابة الأسبوعين. بعد الأسبوعين هتحصل تقسيمة تانية للتيمات، والتقسيمة دي مش هتكون عشوائية المرة دي، ولكن هتكون based on انت حابب تكون في ايه. احنا توقعنا ان انت في خلال الاسبوعين دول هيكون بقى عندك نضوج من ناحية انا عايز ايه الاورجس اللي انا عايزها، ايه الدومين اللي انا عايز اشتغل فيه. فلما يحصل النضوج ده هنقدر ان احنا نحطك في التيم اللي كله ريلاتد او الناس فيه كلها مهتمة بيه نفس اهتماماتك. ده بالنسبة لتقسيمتين بتوع التيمات. طيب الشغل بقى جوه التيم هيبقى عامل ازاي؟ احنا عندنا كل تيم هيكون ليه شخصين مسؤولين عنه. الشخص الاول منتور والتاني ليدر. المنتور بشكل اساسي هو اللي بيديك التاسكس وكمان بيساعدك لو قابلتك اي مشكله تكنيكال. الليدر هو اللي بيتابعك يعني بيعمل ريبورتس اسبوعيه عنك. تمام. كل شخص موجود في التيم هيكون عنده تاسكس مخصصة ليه، بمعنى انت المنتور معاك هيشوف انت واقف فين، وبناء على انت واقف فين هيديك التاسكس بتاعت الاسبوع الجاي. رغم ده هيكون يعني دي بنسميها individual tasks اللي انت هتاخدها من المنتور. ممكن يكون في حاجة اسمها community tasks، ودي اللي كلنا هنتشارك فيها سوا، ودي هنعرفها من الانونسمنت channel. ده بالنسبة للي هيحصل معاك في التيم. طيب هيكون في فورم
الفورم دي لو انت في توبيك معين حابب ان احنا نتكلم عنه هتقدر تملى الفورم دي بالتوبيك ده. ان كيس ان احنا لقينا ديماند من عدد كبير من الناس ان هم عاوزين التوبيك ده، حد من المنتورز معانا هياخد التوبيك ونعمل سيشن تكون جنرال للكل هنتكلم فيها عن التوبيك ده. وده الشكل اللي احنا هنكون ماشيين عليه ان شاء الله على مدار الشهرين الجايين. اخر حاجه وهي جيسوك توب. جيسوك توب دي رول بياخدها الناس اللي حطت ايفورت كبير جدا وحاولت تساعد غيرها. مفيش كرايتيريا ثابته نقدر نقولها لكم دلوقتي، ولكن اللي نقدر نقوله حاول ان انت تبذل اقصى ما في وسعك. كان عمر في اول سيشن بيقول ان الموضوع مش بس عن جيسوك ولكن عن ما بعد جيسوك وحاجات بيوند جيسوك كتير. الحاجات دي بيكون ليك اكسس عليها ان كيس ان انت وصلت انك بقيت جيسوك توب. فنحاول بقدر الامكان ان احنا نبذل اقصى ما بوسعنا عشان ناخد اعلى حاجه في البروجرام، واللي هي ان احنا نوصل ان احنا نكون جيسوك توب. السكرين دي بتوضح شكل الكاتيجوري للناس اللي ما عندهاش خلفيه قوي في الديسكورد. انا عندي هنا تشانلز مختلفه. الاناونسمنتس دي لازم نتابعها على طول لان دي هينزل عليها اي اناونسمنت. اسك اونر دي ان كيس ان انت عندك اي استفسار عايز توجهه لاي اونر من ناحيه المانجمنت او عندك فيدباك بنملى الفورم هنا. بنستعمل الشانل دي. الجنرال دي جنرال شانل، والريكومندد ان كيس ان في حاجه معينه شايف انها مهمه جدا وحابب تعمل لها ريكومنديشن لغيرك بنحطها هنا. والانترودكشن دي الشانل بتاع التاسك الاساسيه. تاني انا اهم حاجه نطلع بيها من كل الكلام ده ايه الستيب الجاي. الستيب الجاي ان احنا هنقدم اول خطوه في التقديم ان انا هروح للاناونسمنت شانل بعد ما نخلص السيشن دي على طول. هلاقي 3 اسئله هجاوب عليهم في الانترودكشن شانل. هل حد عنده اي استفسار ريليتد باي حاجه انا قلتها؟ طيب انا بس احب سامعني كده يا ايمان. انا احب بس اوضح حاجه عشان بس الناس تكون فهمت، عشان في تفاصيل كتير في الموضوع. يا جماعه احنا بننظم زي منتورنج بروجرام كده للناس اللي هي حابه الاوبن سورس، سبيشالي يعني اللي هي الجوجل سمر كود او اللي مان شرحته حاليا ده التفصيل بتاع البروجرام نفسه. بس احنا بشكل مختصر يعني احنا هنقسم الناس تيمات هيكون فوقهم ليدر، ناس قبل كده دخلوا جوجل سمر كود فقدروا يساعدوكم من ناحيه المنتورنج، من ناحيه لو عندكم مشاكل، لو عايزين تقدموا ازاي، بحيث تقدروا توصلوا للاورجز او البروجرام اللي انتوا عايزينها يعني. فاحنا هنساعدكم طول البرنامج ان شاء الله. فده كله اللي كان بحاول ايمان تشرحه، بس شرحته بالتفصيل عشان بس ما حدش يتوه في الموضوع يعني. منظمين برضو زي ما هي ايمان دلوقتي قالت احنا منظمين اللي هي شويه شانلز عشان لو عندكم اسئله، عندكم مثلا استفسارات، في كل شانل ليها تاسك خاصه بيها او ليها غرض خاص بيه يعني. فبعد التاسك دلوقتي او بعد السيشن ان شاء الله بعد ما تخلص هنبعت لكم زي منشن جماعي هنحدد فيه بس شويه اسئله عشان تتعرفوا على بعض، وهنوضح التفاصيل اللي بعد كده يعني. بس ده بشكل عام يعني الخطه من غير تفاصيل كتير يعني. ولو عندكم اي اسئله ولا حاجه برضه ممكن تحطوها في الشات يعني. شكرا يا ايمان. ممكن تكملي عادي لو عايزه تكملي. سامعاني كده؟ انا تمام كده، بس عايزه اتاكد ان الكل واضح له الستيب الجاي ايه. فلو امكن حد من الاودينس حابب يطلع يقول لي بس الستيب الجاي ايه بحيث اتاكد ان انا واضحه للكل وهنكمل. الستيب الجايه اللي هي احنا هنعمل التاسك الاولى ان احنا هنجاوب ال3 اسئله في الانترودكشن تشانل. ممكن حد يطلع؟ اوكي خلاص، لو الموضوع واضح للكل مفيش مشكله. احنا ممكن ننقل لي الفقره اللي بعد كده وهي فقره الجنرال ادفايس. ممكن تتفضل يا عمر. تمام. في حاجات انا كنت قلتها في الاول، كنت حابب بس ان انا اتكلم حوالي 5 دقايق لان الموضوع اكبر من كده. باختصار مش كل حاجه بتتقال، ومش حتى لو اتقالت مش كل الناس بتعرف تستخدم المعلومه. بمعنى ان للاسف ممكن 2 يبقى قاعدين في نفس المحاضره سامعين نفس الكلام بس مش فاهمين زي بعض. في الاغلب الطبيعي ممكن واحد يكون فاهم اضعاف واحد تاني. ومش بس للاسف الموضوع مش فاهم بس، الموضوع تطبيق. انت ممكن تكون فاهم ومش عارف تطبق.
ففي حاجات كتيره مش بس ما بتتقالش، ده كمان انت يعني كمثال صغير، انت عشان تعرف تنفذها انت بتبقى محتاج نصايح. على سبيل المثال ليبرا اوفيس من ضمن الحاجات اللي انا مثلا ما كنتش عايز اخشها عشان الكومبايليشن بتاعها بياخد وقت كتير جدا، بس بعد كده اكتشفت مثلا ان المشروع بتاعي بياخد وقت اكبر من كده بكتير. في حاجات بننصح بيها تعملها، في حاجات ما بننصح بيها ما تعملهاش. النصيحة طبعا بتختلف من واحد للتاني، في واحد ممكن يكون الكمبيوتر بتاعه أحسن، ممكن واحد يكون الوقت بتاعه في حاجة معينة أحسن، ممكن يكون دي هوايته. بس باختصار جوجل سمر اوف كود مش عن جوجل سمر اوف كود. أنا بحاول إن أنا أتكلم عن حاجة أبعد من كده بكتير. جوجل جي سوك توب، لما أنت مثلا بتيجي تطلع توب، المقصود هنا إن أنت فهمت الموضوع، انت فهمت انت المفروض احنا بنعمل ايه هنا. لان انت تاني انا بحاول ااكد على فكره ان هي مش اوبن سورس بس. اوبن سورس دي نقطه في بحر بيحصل فيها حاجات كتيره، دي اللي بتفتح الافاق انا كده ابتديت افهم. دي اول الطريق مش النهايه. فاول نقطه هي بمنتهى البساطه ان لو انت ما فهمتش ان الجي سوك 26 مش عن جوجل سمر اوف كود مجرد نقطه، يبقى انت ما فهمتش الكلام كله، او يعني غالبا ما فهمتوش كله. تاني نقطة، ثانية واحدة. بنصح تاني بالحتة بتاعت those who want help give help، اللي هي reciprocity. ساعد قبل ما تطلب. غالبا انت لما هتطلب وانت بتساعد الناس بتبقى واخدة عنك انطباع، لان صعب قوي لما انا مثلا انا دي حاجة طبيعية جدا في الناس، ان انت طبيعي جدا ان انت بتساعد الناس اللي انت عارف ان هو يستاهل، بتقدم له زيادة عن الطبيعي. فمش ما اعتقدش انها محتاجة شرح. في نقطة ثالثة، نقطة التركيز اللي هي الفوكسنج. بمعنى ايه فوكسنج هنا؟ ان للأسف مش صح ان انت الطبيعي ان انت لما بتبقى شغال في حاجة مثلا جوجل سمر اوف كود فيها 200 بروجرام، تخش مين ولا مين. وهنا المشكلة، انا لما انا كنت بخش في السنة بتاعتي زي ما انا قلت كان في بس مصري واحد اللي هو انا. للأسف كنت بعمل مجهود السيرش كله لوحدي، حرفيا عملت على 200. فانا عارف ان مشكله التركيز هو اللي هيخليك تنجح، بس في نفس الوقت انا مش عايز امشي طريق غلط، فانا كنت ماشي فيها مع نفسي. وللاسف دي ضيعت وقت كتير، ضيعت مثلا حوالي 15 ل 20 يوم. للاسف ما قدرتش اقدم غير على برنامج واحد. حسن حظي ان انا اتقبلت. بس في حالتنا اول مره كنا عملناها قلت للشباب كانوا تقريبا مش فاكر كان 90 اللي حاضرين او حاجه، والبرنامج لما لقيته وصل 220 اضطرينا نقفله، انا مش هقدر كنترول كل ده. وفي الحقيقه فعلا ما عرفتش، لولا امان وهاني هم اللي عرفوا يعملوا كنترول. حاليا انا بعتقد ان الرقم اكبر، ده السبب اصلا ان احنا ما حبيناش نعمل على لينكد ان، عايزين اصلا نتاكد ان احنا نعرف نكنترول العدد ده. فباختصار ان عددنا ده كفيل ان انت تقدر تركز على الشركه اللي انت عايزها بس، على المشروع اللي انت عايزه بس. الموضوع للاسف حتى كان في حد 7 سنين خبره للاسف ما قدرش يحضر معانا هنا للظروف، ولكن هو كان مستعد ان هو يحضر. كشف لنا حاجات ما كناش اصلا عاملين حسابنا ليها، اللي هي باختصار كنا دايما بنفكر ان انت تدور على مشروع معروض بالفعل وتعمله. فكره ان انت تعرض مشروع جميله، ان انت انما ان انت تعرض ديزاين دي كانت اول مره كنا نشوفها. عشان تعرفوا الفرق، لان هو شرح لي في فرق ما بين ان انت بتعمل ديزاين لحاجه جوه اباتشي مستخدمه في امازون اي دبليو اس ومستخدمه في جوجل وان انت مجرد بتعمل امبلمنتيشن لحاجه ماينر بيلت ان تول بيستخدمها بس الديفلوبرز. شتان كبير لدرجه ان طبعا كمثال صغير جوجل سمر اوف كود ملاش اي قيمه ككلمه، مجرد مقارنه بان انت تقول انا عملت ديزاين لحاجه في كذا. وطبعا ساعتها انت بتقدر للاسف مش كل الناس هتعرف دي غير اللي هو بيبقى بيستخدم التول، بس بمجرد ما تقول التول دي فين بتبقى واضحه. ففكره التركيز هنا هو قدر يعملها لان هو كان مستخلص. انا كان في حد بيسال عن النوتس، انا كاتب نوت كاتب على حوالي 200 شركه، وبعد كده طبعا النوتس دي اتعددت وكده عن التفاصيل في كل حاجه. فهو لما خد دي استخلص وطورها. الطبيعي ان انا لما باجي ادي لك المعلومه انا مش عايزك تبقى واصل للي انا فيه، انا عايز اللي انا فيه يبقى جراوند ليك ان انت تكمل. انا لما كنت بتكلم في وقتها كنت بتكلم على جوجل سمر اوف كود بس. حاليا كل الشباب دول بيتكلموا على لينكس فاونديشن وبيتكلموا على سي ان سي اف وبيتكلموا على ال اف اكس وام ال اتش. انا بالمناسبه ما كنتش اعرف حاجه عن الكلام ده، وهي دي الفكره انا كنت بحاول اتكلم عليه. انا ارت مش سقف. يعني طبيعي ان انت لما تيجي تشتغل معانا ان انت
هندي لك الاكسس للبيز، فانت الطبيعي ان انت تقطع عننا. حلو. في حاجات انا ممكن ابقى اتكلم عليها طبعا. انت بتاخد معلومات اكتر وجهد اكتر ودعم اكتر the more you provide for others. بمعنى انت دلوقتي عشان تعرف تركز على شركه، في الحقيقه انت تكون بتساعد ناس تانية، لان ده ده اكبر اماره على ان انت تستاهل اللي هو ايه، انا اكرس وقت ليك. لان في النهايه احنا عددنا محدود. ازاي انا مثلا بعدد عدد ساعات زي 4 ساعات مثلا ان انا اقدر اخدم كل العدد ده؟ حل بسيط جدا اللي هو القانون اللي انا قلت عليه الاهم، those who want help give help. انا مش عايز ان انا اقعد اقول نفس المعلومه لكل الناس. انا عايز مثلا، انا بكلم دلوقتي مثلا ايمان كانت السبب بالمناسبه في حوالي اكتر من 40 اتقبلوا. انا كنت فاكرهم 40، انا بس شخصيا اللي اعرف 40 كنت بساعدهم. تمام. فاللي حصل ان انا لما جيت اقيس بالبيز ريت اللي هو عدد الناس اللي عندنا قدموا، مش عدد الناس اللي دخلوا عندنا البرنامج. تمام. مقارنه بعدد الناس اللي قدموا في جوجل سمر اوف كود، كان البيز ريت اللي هم كانوا مدينا، بالمناسبه كلمه بيز ريت يعني الاحصائيه اللي هم عملوها كانت ان 1.8% من الناس اللي قدمت بروبوزل اتقبلوا. عندنا الريت انا اعتقد لما جيت احسبها كانت 25 او 26%. دي يعني تقريبا 12 او 13 ضعف. تمام. والمشكله للاسف لظروف شخصيه ما قدرتش اركز مع الناس، انا كنت مركز مع ناس قليله جدا. فانا ان شاء الله بحاول على قدر الامكان ان انا اركز مع ناس اكتر. المفروض او اللي انا بحاول اعمله ان انا ازود الجهد ده. فنرجع تاني للموضوع، اكتر حاجه اقدر اقدمها هو ان انا اخليك تتعلم ازاي تساعد غيرك. ده هيحصل حاجات كتيره جواها ممكن انتوا ما كناش عارفين. اغلب الناس هنا قابلوا بعض، اللي هو بالذات الناس ترصد وكلام زي ده، نعرف بعض شخصيا اكتر بكتير قوي من البرنامج. فالفكره هنا اللي انا بتكلم فيها بشكل اساسي فكره ان انت اصلا لما بتيجي تتعامل مع الناس بتتعلم قواعد كتيره اجتماعيه ترانسن بتنتقل من دومين للتاني. ان انت بتعرف يعني ايه اجتماعيه، وبتعرف يعني ايه حاجات بروفيشنال. حاجات كتيره في الذوقيات الاجتماعيه برضو بتنطبق في البروفيشنال والعكس صحيح. فانت لما تكون بتتعامل مع الناس وتعرف شويه اساسيات، هتلاقي نفسك بتعرف تتعامل مع المنتور، هتعرف تركز، هتعرف تلاقي مشروع، لان الناس برضو بتاخد بالها منك زي ما انت بتاخد بالك منهم. فبشكل اساسي البرنامج مش ان انت تروح تقدم على برنامج اورجانيزيشن او بروبوزل او بروجكت، انما ان انت تتعامل مع ناس اكتر هتساعدك ان انت تركز. فدي نقطه التركيز بس، وهي هتيجي بسبب النقطه الاساسيه اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتاعت الريسبروسيتي. those who want help give help. نتنقل للنقطه اللي بعدها. معلش لو انا طولت فيها. لو لاحظتوا في كانت جمله كنت واخدها من عبد الله احمد، هو كان قايلها اقتباس من حد يعني، بس خلاصه الكلام اللي هي بتاعت ان التوتال از جريتر ذان سم اوف بارتس. برضه ستيف جوبز كان قالها باختصار، اللي هو ان انت في حاجات لما كل واحد بيعمل مجهود لوحده بتكون النتيجه للحاجات اللي هم بيعملوها اصغر بكتير من لو شاركنا المجهود ده. طبعا بسبب اسباب كتيره. رقم 1 الريدندنسي، رقم 2 ان البني ادم لما بيشاركك افكار وطريقه تفكيره والبحث بتاعته ده بيخليك تختلف وتفكر كتير. ياما كنت بعمل غلطات معينه وحد كان بيصلح لي. فلو انت شغال مع نفسك اكيد هتوصل لحاجه، بس شوف المالتيبلاي فاكتور هيبقى عامل ازاي لما انت تكون شغال مع الناس. تمام. في النقطه دي انا اعتقد ان انا ذكرت في نقطه ان ايمان وهاني هم كانوا سبب في 90% من الجهد اللي كان بيحصل في المشروع قبل كده. كان فين هنا؟ من ضمن الحاجات اللي احنا كنا المفروض نتكلم عليها وكنت بحاول انصح بيها الناس تاني، هو مش عن جوجل سمر اوف كود. من ضمن الحاجات اللي انا بنصح بيها الناس هي امازون ليدرشيب برنسبلز. وبرضه ما تركزش برضه مع امازون بس، يعني حاول تشوف شركات تانية، ما هم اكيد نجحوا وهتلاقي نصايح عكس بعض. هتلاقي في امازون ليدرشيب برنسبلز بيقول لك اوبسيشن اوفر كاستمرز، في حاجات تانية هتقول لك مش اوبسيشن اوفر كاستمرز، يقول لك ما تاخدش راي كاستمر في الاول. ففي حاجات احنا هننصح اللي هو بالنصيحه وعكسها، ده مش عشان النصيحه نفسها غلط، انما بسبب اختلاف حاجات معينه بتبقى النصيحه نفسها غلط. والنصيحه الكامله هي ان الاثنين عكس بعض، بس في حلقه في النص لما انت بتاخدها بتفهم فعلا الحقيقه، مش مجرد النصيحه دي بس. فنرجع تاني للموضوع. امازون ليدرشيب برنسبلز واحده من ضمن الحاجات اللي خلت شركه ناجحه، ودي تم تجربتها مع ناس كتيره. فانت الطبيعي لما بتيجي تقراها انت ما في حد بيقطع ولا لا؟ تمام. انت لما بتيجي تقراها بتحاول تعرف هو ليه الشركه دي نجحت.
ومش معنى ان القانون ده نجح مع الشركه دي ان هو هينجح مع تانية، ممكن ينجح مع حاجه تانية، او اسف ممكن عكسه ينجح مع حاجه تانية. فالهدف بشكل اساسي في الكلام ده كله ان انت تعرف الشركات الكبيره بتشتغل ازاي، لان انت مفيش حد بينجح مره واحده، كان في خطوات قبلها، وهي دي الحته اللي احنا بنحاول نزق فيها. واخر حاجه انا من وجهه نظري يوم انا كنت اصلا عملت السيرفر ده، انا كنت كان الهدف ان انا اذاكر بس الجوريزمز مع شويه ناس، لان انا كنت ليها تاريخ يعني، ممكن ابقى اتكلم عليه في فيديو منفصل عن ده انا هسجله مع نفسي، او ممكن اعمله لايف او ايا يكن. بس باختصار انا ما اعتقدش ان انت هتقدر يبقى ليك اكسس لو احنا 130. انا اوعدكم ان احنا هنكون الناس اللي في البرنامج لو هم ما عملوش ليميت ممكن عادي جدا يكسر 400 500. لان احنا قبل كده كنا عاملين مجرد عملت الرساله ان انا هعمل حاجه زي دي كانوا 20 بس اللي قالوا ان هم انترستد، دخلنا 220 بعد ما انا قفلتها بالعافيه بعد 24 ساعه، لان ما كنتش اقدر كنترول الرقم. اللي اقصده هنا بالعدد ده ان انت، انا من وجهه نظري هيبقى صعب جدا ان انت تلاقي حاجه تدي لك نفس العدد ده من البشر اللي يقدر يساعدك. تخيل معايا يبقى معاك 200 300 بني ادم شغالين على نفس الحاجه، ليك اكسس لثلاث حاجات، عقولهم بيفكروا ازاي ويدوروا ازاي ومهتمين بايه، المصادر اللي معاهم، اسلوبهم في الكلام والشرح والتواصل والكلام ده. الناس بتنجح والناس بتتطور. اللي النهارده هو زميلك في الجامعه ممكن بكره يبقى شغال في شركه تانية يساعدك ان انت تشتغل فيها. المشكله كلها لما الانسان بيكون مركز على المثل، فكره ان انت مركز بس على جوجل سمر اوف كود. انا مش بنتكلم على جوجل سمر اوف كود، وانا بحاول ادي لك امثله، وانت تدريجيا بعد ما تتعامل مع الناس اكتر واكتر واكتر هتبتدي تكتشف حاجات هتبقى عارف حتى على الاقل ليه مش بنقولها بشكل علني. تمام، لاسباب كتيره. في برامج للاسف بسبب مش عارف اعتقد ممنوعه او حاجه قانونيا او حاجه زي كده في مصر يعني، فللاسف مش جايبين سيرتها رغم ان هي مهمه. فاللي انا اقصده اكتر ان انت في حاجات كتيره هتبقى بتتعرض ليها مع الناس هتكون سبب ليك لنجاح ليك في حياتك ابعد بكتير جدا من جوجل سمر اوف كود. انا اول مره في حياتي يعني الشخص اللي ساعدني ان انا اعرف جوجل سمر اوف كود كانوا 2، واحد منهم مش معانا دلوقتي، عبد الله احمد، كان عامل فيديو محترم احنا برضو حاطين من ضمن المصادر. طبعا طورنا عليه، ولكن اللي انا بحاول اقوله ان انتوا ممكن تكونوا شايفين 5 6 بيعملوا برزنتيشن او 10، في حين ان في 40 او 50 تانيين في الباك جراوند. ما تاخدوش يعني انا مجرد بتكلم، في غيري عاملين جهد رهيب جدا. عشان كده انا حبيت اذكر في ناس تحديدا عاملين جهد استثنائي. في ناس ممكن ما يكونوش دلوقتي موجودين انتوا شايفينهم، كان في ناس زي محمد اشرف وكلام زي ده ليهم برضو قصص. فاللي انا بحاول اقوله في القصه دي كلها ان انتوا هتستفيدوا بشكل استثنائي. في ناس اتقبلت بدون ما اقول اسمها، في ناس اتقبلت والله ما كان بيقدم، مستحيل ما كانش بيقدم، كان شايف ان هو اقل منهم بكتير. لولا ان انا كنت بزن عليه وهو كان شايف نفسه اقل من الناس بكتير، حاجه اسمها سيلف سابوتاج، او اللي هو بيقلل من نفسه بنفسه. في ناس ما كانتش هتقدم تماما، صفر، وكانت شركه كبيره جدا، لولا الزن قدم واتقبل وما كانش مصدق. وحاجات كتيره حصلت بعدها، وان شاء الله حاجات تانية هتحصل. بس المشكله كلها كانت ابتدت فين؟ ابتدت ان هو مقلل من نفسه. الموضوع ما كانش تكنيكال، وجود سمر اوف كود مش تكنيكال، اللي هو اقصد بيه جود سمر اوف كود 26. فلو انت ركزت بس على التفصيله البسيطه بتاعت ان هو ده بيتكلم على جود سمر اوف 26، الراجل ده ما قدمش نفسه، بس هو عشان صديق ليا انا زنيت عليه، مش هقدر ازن على كل الناس. حلو، وفي النهايه اتقبل. فالهدف هنا ان انت ما تتعاملش كانك داخل، انا كل هدفي اشوف الاورجنايزيشنز، اشوف البروجكت، خدت اللي انا عايزه ومشيت. وانس ده حصل احنا اوريدي بريبيرد لحاجه زي دي، بنفلتر الناس. لان انا تاني لو انا عندي 4 ساعات انا عايز اخدم اهم ناس، انا عايز اعمل ماكسمايزيشن للفايده اللي انا اقدر اقدمها لكم، ودي مش هتحصل غير ان انا انتقي الناس اللي انا ممكن اساعدهم، لان انا عارف ان هو بيساعد غيره. لكن انا لو انا ساعدت واحد ومشي واضطريت ان انا اساعد غيره بنفس المعلومه بالظبط، انا كده بضيع وقت. فللاسف هي جايه وبترجع لنقطه those want help give help. السيرفر ده احنا قدر الامكان كنا بنحاول نقفل حاجات كتيره عليه، اللي هو فكره ان انا مش عايز اي حد، ده مش سيرفر تخش تعمل تخش خلاص كده انت كده موجود. بنحاول نزقها ان هي ايه، بني ادم معاه لينكد انه يبعت ويحاول يتعامل مع الناس. للاسف بسبب ظروف كتيره قوي في حياه كل واحد فينا مش مركزين قوي معاه. بس في الحقيقه في كلام كتير بيحصل في الواتساب او يعني بيحصل برايفت، ما بيحصلش في الديسكورد.
بس تاني هو برودكاست، السيرفر نفسه برودكاست، انما الكوميونتي نفسها اكتف بكتير جدا في البرايفت، لان احنا نعرف بعض على الحقيقه اكتر ما هي بس مجرد يعني حاجه على الديسكورد. فنرجع تاني للموضوع، الكوميونتي هنا مختلفه، ان انا هي مش بالعدد، احنا مش بنحاول نجيب اكتر الناس ممكن، ده مش الهدف خالص، ومش الهدف برضه جوه سمر اوف كود اللي هو البرنامج نفسه. فحاول تفهم قصدنا، وحاول وانت وقتها لما تفهم قصدنا هتفهم ليه مش بنقوله علني. تمام. في حاجات ممكن ابقى اشرحها بس هتبقى خارج سياق الكلام ده، فانا زي ما انا قلت انا هسجل لها فيديو مخصوص. للاسف ده اتاخر بقالي كتير، ولكن هحاول. انا مش واحد مهتم ان انا اظهر وكلام زي ده، فللاسف ده كان ليه تبعيات زي ان انا ما انشرش حاجات كتيره، بس هحاول ده يتعكس ان شاء الله. انا اتمنى لو في حد عنده سؤال في الحاجات اللي انا قلتها يعرفني. بس انا كان بس عندي انتوا سامعيني كده؟ صوت واضح؟ واضح. انا كان بس عندي عايز بس اضيف حاجه على كلام شوقي. هو شوقي شرح الموضوع بالتفصيل، فممكن يكون ناس تايهه شويه. احنا الكوميديا عندنا هنا مبني على الموضوع التراست، بعد كده الشيرنج، يعني انك بتشير النولج مع الناس يعني. بعد كده بتكبر في الكوميونتي يعني بشكل عام. فهو الكوميونتي نفسه مش عباره عن شيت شات، يعني انت بتشير معلومات، نقدر نقول يعني معلومات سطحيه او حاجه زي كده يعني. لا، احنا هدفنا ان احنا نخلي الناس بس ذات الثقه يعني، او ذات الطموح يعني اللي تكمل معانا في الموضوع. اقدر اقول تاني برضو ان احنا البرنامج دوت اللي احنا عاملينه اللي هو المنتورنج دوت، انت معاك ناس خبراء، ناس جربوا الموضوع ده قبل كده وعارفين التريكات في الموضوع، فحاول تستخدم الريسورسز ديت او المصادر دي بطريقه صح يعني، وتسال السؤال صح عشان تقدر تاخد اكتر استفاده ممكنه يعني. تقريبا حسب علمي ما فيش اصلا حد حسب علمي ما فيش حد او كوميونتي بينظم حاجه زي كده اصلا يعني ما فيش حد ديديكيتد للاوبن سورس بشكل عام في المجتمع العربي عندنا، سواء في مصر او الدول اللي جنبنا يعني، او ايا يكن في الدول العربيه بشكل عام او الشرق الاوسط. غير مثلا مقارنه بالهنود مثلا، هتلاقي الهنود عندهم مجتمعات خاصه بيهم. فده اللي بحاول اقوله، انت معاك ناس تقدر تستفيد بيهم يعني بطريقه ما يعني. حاول تستغل الموضوع دوت، وخليك شير المعلومات، او حاول تتعاونوا مع بعض عشان توصلوا للهدف النهائي ليكوا انتوا يعني. فكونك انك شغال لوحدك، انت ممكن يكون عندك معلومات او انت عندك الطريقه النهائيه لجوجل سمر اوف كود او ايا يكن، هتشتغل لوحدك، ما يسمى باللونلي وولف او الذئب الوحيد يعني. انت عندك كل حاجه وفاهم كل حاجه، بس العالم او العالم الحقيقي مش كده يعني. انت ممكن تتعدي من جوجل سمر اوف كود لوحدك، بس كونك عارف ناس او عندهم خبرات، او عندك مجتمع يقدر عنده يعني نفس الطموحات بتاعتك او نفس الاهداف بتاعتك، فيقدر يساعدك بطريقه افضل من ما تكون لوحدك. بس ده كان يعني تلخيص لكلام شوقي، لان شوقي شرح بالتفصيل كتير، فعشان كل الناس مش تهت مننا بس. شكرا. اعتقد كان محمد حسين عايز يضيف حاجه، لانه كان عايز يرفع ايده. سامعني كويس؟ الصوت واضح. سامعينك. تمام، اوكي. هو الحاجة بس اللي انا كنت حابب اضيفها، هو فولو اب على كلام عمر، هو ان انا حرفيا كيس ستادي للي كان عمر بيتكلم فيه بالظبط. هو خليني اعرف بنفسي بسرعة، هو انا محمد حسين، كنت جوه سمر اوف كود 25 اللي هي السنة اللي فاتت مع ديبيان. البروجكت اللي انا كنت شاركت فيه هو حاجة زي حاجة جديدة، المفروض لينكس بتعملها، وهم عايزين يشغلوا لينكس على الموبايل. فهو ديبيان عايزة تعمل نسخة بتاعتها على الموبايل، ومسمينه موبيان اللي هو ديبيان أو موبايل. المشروع اللي أنا كنت بعمله هو باختصار شديد، المفروض إن هو سيستم ديمون، المفروض إن هو بيأبلاي الكونفجريشن بتاعتهم الخاصة بديفايسز معينة من غير ما يحتاج يعملوا ده مانوال. هو الموضوع يبان معقد من بره، بس صدقني دي كانت فكرتي برضو أول ما قرأت الفكرة. هو الموضوع أبسط من كده بكتير. آه، أنا ليه بقى كيس ستادي على كلام عمر تحديدا؟ لأن في بداية ما دخلت جوجل سمر اوف كود، كان حرفيا ما كنتش أعرف أي حاجة بالمعنى الحرفي، بالمعنى الحرفي مش مجازيا.
كنت لسه داخل تقريبا متعرف على لينكس قبلها بأسبوع أو أسبوعين، حاجة شبه كده. الفكرة نفسها كانت المفروض إن هي تتكتب براست. أنا عمري ما كتبت سطر راست في حياتي قبل الفكرة دي. وبتتكلم عن حاجة اللي هو لينكس. المفروض إن أنا هعمل سيستم ديمن اللي هو أصلا هبقى شغال في الأو إس نفسه، مش مجرد إن أنا بستعمله. يعني أنا مش بعرف أستعمله، بالعكس المفروض إن أنا هديفلوب حاجة جواه. فخدت بالكلام اللي هو عمر قاله، فضلت ماشي في الطريق واتواصل مع المنتور، وفضلت ان انا اتعلم اون جوينج والكلام ده كله، لحد ما الموضوع انتهى في الاخر ان هو ان انا اتقبلت بشكل ما او باخر. بعد كده بعد ما كملت كلام مع المنتور في خلال جيسوب، قال لي ان تقريبا السبب الوحيد اللي خلاه يقبلني هم حاجتين، مش سبب وحيد. يعني السبب الاولاني هو ان انا كنت بكوميونيكيت معاه كويس قوي. ان انا تقريبا كان التواصل ما بيننا برايفت، لان هو كان مديني الاوبشن، لكن في العادي بيبقى يفضل ان التواصل بابليك. فانا كنت بديله ريبورت كل اسبوع من غير ما يطلب مني. اللي هو انا مثلا الاسبوع ده كنت بحاول ان انا اعمل سيت اب لينكس كونتينر، ده حاجه شبه دوكر، بس هي يعتبر هي يعني نقدر نعتبرها دوكر. فكنت بحاول اعمل لها سيت اب، فكان الموضوع صعب عليا شويه لان كنت بواجه شويه تفاصيل اللي احنا في غنى عنها. بس انا قلت له مثلا ان انا قضيت الاسبوع ده كله بحاول اعمل سيت اب، لسه ما وصلتش لحاجه، بس هحاول اكمل الاسبوع الجاي. فهو كان بيقول لي تمام، وبيديني شويه دوكس مثلا احاول اقرا منها او تساعدني. ما كانش في بروجرس حقيقي في المشروع نفسه، بس الفكره ان انا كنت بقول له انا واقف فين دلوقتي. الحاجه التانيه هو ان انا كنت اندبندنت، يعني مش كل حاجه كنت بعطل عليها كنت بروح اساله واقول له اعمل دي ازاي، طب دي هتتحل ازاي، الكلام ده كله. كنت على قد ما بقدر بحاول ان انا اوصل للحاجه اللي انا عاوزها الاول. لما الدنيا بتقفل معايا على الاخر بقول له والله انا رحت عملت كذا 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 ووصلت لكذا كذا ومفيش حاجه فيهم اشتغلت، ايه ممكن يكون طريق تاني انا ممكن احاول فيه. فكان بيقول لي اه تمام ماشي. ده كان بيديله كونتكست كفايه ان هو يقدر يشوف ايه اللي ممكن ينفع ايه اللي ممكن ما ينفعش، لان هو معظم الاوبن سورس منتورز ما بتبقاش حياتهم فاضيه زي ما احنا متخيلين. هو مثلا في الاغلب بيبقى بيعملوا الحاجات ده في وقت فراغهم. هو بيبقى عنده شغله الاساسي، بعدها بيبقى عنده عيلته المفروض ان هي بتاخد جزء من وقته، بعدها المفروض ان هو بيدي وقت للحاجات دي. فهو لو هيقعد يفكر في كل حاجه من البدايه من غير ما انت تدي له كونتكست كفايه للحاجه اللي انت بتعملها دي، ايه مش هيخلص. فدي الحاجات اللي خلتني اتقبلت. فكنت حابب استريس على النقطه دي كويس، لان لو من ناحيه التكنيكال فانا مفيش اي ادفانتج ليا على اي حد تاني ممكن يكون عاوز يقدم في الحته دي. بس انا قدرت اتواصل مع المنتور كويس، وقدرت ان انا اثبت له ان انا اقدر اشتغل او اقدر اتعلم الحاجات اللي ناقصاني، واللي هي بالمناسبه كانت كل حاجه تقريبا. ووصلت دلوقتي لبوينت ان هو مديني تقريبا، هو مش بشكل اوفيشال بس الغرف المغلقه، يعني ان هو ان انا اللي بمنتين السيستم دي من دي. هي لسه ما خلصتش، بس انا هو تقريبا مديني كل حاجه. يعني هو بيديني الدايركشن اللي هو مثلا احنا عايزين نسبورت ديفرنت او اس مثلا. احنا خلصنا ديبيان دلوقتي وعايزين نسبورت حاجه زي بوست ماركت او اس مثلا. فبس هو انت بقى معاك الديزاين ومعاك ان انت تعمل كل حاجه وهو بيعمل الكود ريفيو. انا كنت مستحيل اوصل لحاجه زي كده لو انا كنت من البدايه فكرت اللي هو ايه ده، لا انا مش هعرف، خلاص من الموضوع لما ابقى عارف ابقى اقدم. فده بس اللي انا كنت عايز اقوله، وشكرا لك. شكرا للي انت قلته جدا. انا حتى حابب اعقب على حاجه. وانا كنت بخش انا الكروميوم، المشروع بتاعي كان في ار وعلى التليفون كروميوم، وانا ما بعرفش اعمل ديباجنج. انا ما اعرفش اصلا في حاجه اسمها ديباجنج للاندرويد وحاجات كتيره. يعني لما تيجي تقيسها بمقاييس بسيطه هتلاقي انت اصلا مش عارف ان في حاجه زي دي موجوده بسبب حاجات كتيره انا كنت اعملها. في حد كان بيساعدني في الخلفيه، ممكن ما اكونش حابب اقول اسمه كده يعني، ما اخدش اذنه كده. هو كان سبب في ناس تانية تكتشف حاجات كتيره. ويعني انا للاسف لان احنا هنا في البابليك في حاجات تانية بتتقال في دومين او جروبس او كوميونيتيز تانية. باختصار شديد في معلومات احنا كان لينا اكسس عليها وعرفناها بسببه، وهو ما دخلش جوجل سمر اوف كود في حياته ولا هيخشها لاسباب تانية. فباختصار شديد انت هتبقى فاكر ان انت مثلا بتدور على المنتور بس، في حين ان انت ممكن تكون شغال على نفس الاورجنايزيشن ومعاك 5 6 تانيين كلكم بتساعدوا بعض. فتلاقي ان انت بسبب ان انتوا كلكم بتتعاونوا
ما حدش يقارن ما بينكم. يعني انت صعب قوي يجي عليك وهندي ومجهودكم انتوا السته لما بيتضرب في بعض بتبقى المالتيبليكيشن رهيبه. لو انتوا كلكم تاني ما حدش فيكم بيخترع العجله من جديد، ففكره اللون وولف بتظهر معاهم وبتختفي معاكم، فبتتقبلوا اكتر. يعني ممكن لو انتوا دورتوا السنه اللي فاتت بسبب حاجات معينه حصلت في اورجانيزيشن ما كان مقدم عليها 6 أو 8 محمد، واحد احمد، واحد عبد الرحمن، واحد مصطفى. يعني والمشكله كلها ان هم على بعضهم كانوا 12 مشروع، فطبيعي جدا ان هم مش هيقدروا يقبلوا مصريين. بس دي كانت من ضمن المشاكل، يعني ابتدى العدد بتاعهم يتسبب في رفضهم لان كان عددهم كبير جدا. فنرجع للموضوع، ممكن نقول عليها ايه، في كميه حاجات انت هتاخدها مش هتتقال دلوقتي. تعال يعني ورينا انت مستعد تعمل او توصل لفين، تساعد الناس ازاي، تجتهد ازاي، ووعد احنا هنقدم قدامها، والباقي على من ادعى واتفرج على النتيجه ان شاء الله. وبس ده اللي انا حابب اضيفه على الكلام اللي محمد قاله بس. جميل جدا، شكرا جزيلا يا عمر ويا هاني ويا محمد. احنا يعتبر بنوصل لاخر فقره معانا في السيشن، وهي فقره الكيو ان اي. لو حد عنده سؤال يا ريت سريعا يكتبه في الشات وهنقفل بعد كده ان شاء الله. لو في حاجه ريليتد بحاجه تكنيكال قوي احنا مش هنجاوب. اتفضل. تقريبا اسلام رضوان عاوز تضيف حاجه؟ اسلام؟ لا الصوت مفيش صوت خالص اصلا. يا دوب يعني لو تعلي الصوت شويه او تقرب بقك من المايك مثلا. كده ماشي كويس. كنت عايز اسال بس سؤال. اسال هنا في الشات ولا ممكن هنا عادي؟ اسئله في الشات، لو انت حاجه خاصه بالسيشن بتاعتنا ماشي، لكن لو عايز السؤال مثلا ممكن تسال في الشات هنرد عليه. انا بس كنت عايز اسال، هو ممكن اورجانيزيشن لما اشارك معاها ممكن تشغلني معاهم بعد جي سوك مثلا او حاجه؟ اجاوب انا ولا لا عايز جواب مباشر. جوجل سمر اوف كود بتنص بشكل رسمي ان هي مش فرصه للتوظيف. لو انت عاوز تتوظف قدم طلب للشركات اللي هي بتوظف، لكن هي مش بشكل رسمي حسب قوانينهم، هي مش فرصه للتوظيف. ماشي. كنت عايز برضو اضيف ان مش كل الاورجانيزيشنز انت تقدر تقدم فيهم، علشان يعني بعض البروجكتات مش هتعرف تبيلدها على جهازك. معرفش انتوا اتكلمتوا عن النقطه دي ولا لا، اصلا ما خدتش بالي يعني حد كان عليه. في واحد معانا كان فعلا مشروعه وريليتد برضه بالاو اس، ما كانش ينفع يبنيه على جهازه وادوا جهاز. ما تكونش ما تتكلمش بالنيابه عن الحقيقه. يعني ايه ما تتكلمش بالنيابه عن الحقيقه؟ ما تكونش انت اللي بتقول لنفسك مش هينفع. انا فاهم انت بتحاول كده تعمل كده ليه، عشان توفر جهد وما تمشيش طريق حاره مسدوده. بس وعلى فكره انا كنت بقول له ما يمشيش في المشروع. يعني انا عايز اقول لك ان انا شخصيا ضحيت النظريه بتاعت ان انت فاهم توفر جهد وكده، وهو نجح فيها. فمن تاني في فعلا نصايح ما ينفعش تطبق، بس ما تكونش انت اللي بتتكلم بالنيابه عن الحقيقه بس. حابب أزود حاجة بس بالنسبة للمشاريع الصحية اللي هي بتحتاج اللي هو بيلد كبير أو تاخد رامات والحاجات اللي زي دي. مانج البروسيسز بتاعتك وأنت شغال عليها، تمام؟ لازم تكون متعلم حاجة زي دي، عشان للأسف الجهاز بتاعي وأنا بشغل الجي دي كي بتاع جيت لاب اتحرق، حرفيا اتحرق، مع إنه هو جهاز كويس، ولكن مرة واحدة 16 جيجا رامات اتسحبت فحصل مشكلة في الجهاز، عشان أنا كنت مشغل حاجات كتير في الخلفية وبعمل رن وبكتب كود كله في نفس الوقت. فدي حاجة تكون عارفها بس. انا ممكن لو الناس بتقابل المشاكل دي، انا بشتغل باجهزه لو قلت لكم عليها 2007 4 جيجا رام، كنت بشتغل عليها كرومي بالمناسبه ريموت، عشان بس ما حدش يقول لي ازاي عملتها. كنت كان معايا انتليجي شغال بيه على فيرتشوال ماشين بره. انت خلاص كده يا شوي؟
تمام. في حد بيسأل هنا هل حد كان شغال في جوجل سمر اوف كود وشغال في نفس الوقت فول تايم؟ انا مش عندي تجربه. بتقول ايه؟ الحاجات انا مش عايز الحاجات دي تتجاوب عليها في السيشن دي. ماشي، مش هنجاوب بشكل مفصل، بس ينفع ممكن تتواصل معايا لو انت عاوز، وانا ممكن اشرح التفاصيل بتاعتها يعني، بس الاجابه ينفع عادي. هو تقريبا قصده هو شغال، يعني هو مش بيعملها جنب الشغل بتاعه، هو بيتكلم عن ينفع عادي، مش حاجة تانية. مفيش قوانين جوجل سمر كود عادي براحتك. كانوا تشتغل عادي يعني. كان في توفر التايم المطلوب للتاسك براحتك، او تتناقش مع المنتور بتاعك في الموضوع دوت وعادي بيسمحوا في بكده يعني، الحقيقة مش مشكله. انا لو هو ده سؤال، انا كنت فهمت السؤال غلط. لو ده سؤاله، انا اللي ساعدني اسمه عشان يخش المشروع اسمه محمود توفيق، شغال بالفعل، وده سبب ان هو اتقبل. في ناس تانية دخلوا بالمشاريع متأخر اسبوع او 2 قبل ما جوجل سمر كود يقفل، بسبب ان هو شغال اتقبل. فاللي انت بتقول عليه ان انت فاكره مشكلة ممكن يكون ميزة، ما تكسرش مقاديفك بنفسك. بالمناسبة برضو يعني هو انت لما تتقبل ما تخليش في بالك انك انت مثلا هتفضل 24 ساعة شغال على البروجكت، فلا، انت عندك 3 شهور ممكن الناس تمدهم، ويبقى عندك يعني وقت فاضي اكتر مما تتخيل يعني. فلا، انت خد الخطوة. كان في سؤال هنا برضه انا بيقول بس انا كنت عايزه اوضح شباب، بلاش اسئله تكون قوي على سبيسيفيكس البروجرام او خلافه. كل الحاجات دي احنا هنجاوب عليها بعدين. احنا دلوقتي عايزين اسئله تكون تتكلم بشكل جنرال او عن الفلو اللي احنا هنمشي فيه في الشهرين الجايين، لكن اسئله سبيسيفيك ريلاتد بالمشاريع الاورجز يعني هنجاوبها ان شاء الله في وقت تاني. تمام. في واحد هنا بيسأل بيقول أنا كنت حاسس مستواي بعيد جدا ومش هقدر أشارك، لكن نظرتي اتغيرت شوية بعد السنين، فسؤالي إيه مستوى التكنيكال اللي محتاجه؟ الكونسبتس اللي ما ينفعش أكون مش عارفها؟ إجابة بسيطة، أنت مش محتاج خبرة، هي مصممة أصلا للستودنتس، بس مش محتاج خبرة. أنت بس كل حاجة أنت حاببها وحابب تشارك فيها، ده الشرط الوحيد بتاع جوجل سمر كود يعني، او الاوبن سورس بشكل عام. جوجل سمر كود اي برنامج للاوبن سورس بشكل عام. في حد بيسأل برضه اللي هو هل الأورجل منزلة عدد معين من المشاريع فبتبدأ تقبل نفس العدد؟ فلا، يعني البروجكت شخص واحد بتقبل فيه. لو في مشاريع مثلا بتقبل 2، بس يعني في الأغلب هو اللي بيقبل واحد بس، يعني بتقبل لكل المشروع، مش كل المشاريع بتتقبل برضه. يعني جوجل بتدي كل اورجانيزيشن سلوتس معينة. يعني مثلا انا اورجانيزيشن ومقدمه مثلا 10 مشاريع، بس جوجل مدياني 3 سلوتس، فهي تقبل بس الثلاثه اللي انا مرتبهم. انا كنت كاورجانيزيشن انا برتب الناس بالترتيب، وبتقبل السلوتس المعينه اللي انا خدتها من جوجل. وعشان ما حدش يكسر، عشان ما حس محمد عماد ممكن الكلام ممكن يتفهم مقصوص. بمعنى ايه؟ لو ما اتقبلتش في جوجل سمر اوف كود مش مهم، لو مشروعك اتقبل ممكن يكون اهم، مشروعك ديزاين ممكن يكون اهم واهم واهم واهم. بس بالظبط، يعني في مشاريع انت ممكن اصلا تفضل شغال فيها وما تتقبلش، المشكله مش منك، بس المشكله من الفكره نفسها، يعني دي ما كانتش اولويه للاورجنايزيشن. طيب، هو تعقيبا على كلام شوقي، هو بيقول ان انت ممكن ما تتقبلش وممكن حاجة تحصل تانية. طيب، هو انا تجربتي كانت غريبة شوية، وان انا كنت شاركت في التحضير بس ما حصلش نصيب، ولكن كملت كونتريبيوشن بعد حتى اعلان جوسيك ما انتهى. واللي حصل ان في شركة مصرية كلمتني ان هم بيستخدموا موديولز من البروجكت، وبالفعل مشيت في البروسيس معاهم وقدموا لي ريفر وانا حاليا معاهم. هي ممكن تكون حاجة غريبة شوية ومش كومن، ولكن دي حاجة انا ما كنتش بخطط لها اطلاقا يعني. في سؤال مهم جدا هنا هسأله برضه وانا انترست فيه، يعني بقول هو
هل بيكون ممنوع استخدام الاي اي في الكود بشكل، يعني الموضوع ده الى حد ما في يعني في تفاصيل كتير، بس على حسب يعني الديبند زي ما بقول. في بعض المنظمات بتقول لك استخدم الاي اي. تقول ايه؟ تقول حاجه؟ كمل كلام. لا كمل. في بعض المنظمات بتقول لك عادي احنا بنسمح على حسب البوليسي بتاعتهم، يعني في ناس بتقول لك انا بنسمح عادي للاي اي بس يكون انت فاهم انت عامل ايه، وفي ناس بتقول لك لا مش عاوزين اي اي في الايربو بتاعنا او في البروجكت بتاعنا، يعني على حسب. وانا اظن يعني افضل اجابه انك برضو حتى لو الموضوع مسموح فانت تستعمل الاي اي وباين انك تستعمله كانك ما استعملتوش. يعني استعمله بفهم، والكود اللي انت بتطلعه برضو يعني يكون كود مظبوط، يعني مش حاجه عشوائيه هو يبان ان هو اي اي. فده لو هو باين ان هو اي اي وانت مش فاهمه، هو 100% ده هيترفض يعني. وممكن يتعمل لك بلوك وبان، او ممكن محدش يرد عليك. فده كله جايز يعني. عايزة بس أضيف فيه سؤال تاني بيقول أنا لسه في سنة أولى أقدر أساعد إزاي؟ فعايزة أوضح إن المساعدة مش بس يعني في سؤال برضه نفس بالظبط. سامعني كده؟ في ديلي اعتقد سامعني كده؟ واعتقد برضه في حد سامعني عشان هو نفس السؤال بالظبط انت سالتيه او هتساله، يعني ازاي اساعد غيري وانا لسه ببدا بتعلم برمجه من شهور، يعني ما عندوش خبره وعايز يساعد الناس في الكوميونتي. اعتقد هو ليه علاقه برضه حد ساله اللي تتجاوب عليه برضه، اتفضل. تمام اوكي. طيب عايزه اوضح ان المساعده مش بس تكنيكال، انت ممكن تساعد بشكل نون تكنيكال. ولو تفتكروا لما قلنا ان كل تيم هيكون ليه منتور وليدر، الليدر ده مسؤول عن ان هو يتابع الناس ويعمل ريبورتس اسبوعيه وخلافه. انت لو مش عارف تساعد بشكل تكنيكال، ممكن تتطوع انك تكون ليدر، ووقتها تقدر تساعد عادي وتشارك في المساعده، ودي حاجه احنا حابينها بل ومحتاجينها كمان. والفورمه حتى اللي انتوا هتملوها وخلافه هيكون فيها سؤال هل انت حابب تكون ليدر ولا لا. فلا تقدر توفر المساعده دي ويعني بس كده. لو حد حابب منكم يا شباب يضيف كمساعده تانية ممكن تفضل. معلش انا عايز اسال، احنا المفروض هنا في السيشن دي طبعا للاسف في اسئله ابتدت تبقى مهمه في الاخر، بس يعني خلاص الكلام انا عايز اعرف في السيشن دي المفروض نبتدي نتكلم على فكره قوانين المفروض تبقى ماشيه ازاي، يعني لان انا اللي هي فكره ان للاسف بسبب العدد الكبير ده احنا مضطرين ان احنا ما دام انت هتبقى عايز مننا مساعده انت مضطر تساعد غيرك. هل ابتدي اتكلم على الحاجات دي ولا دي في سيشن تاني عشان بس مش فاكر؟ ما ممكن تتكلم عنها ما فيش مشكله. باختصار عددنا بيبقى عددنا كبير، واحنا بالفعل احنا وصلنا لليميت كويس، اللي هو انا صعب جدا ابقى قاعد بساعد. انا في اليوم بيجي لي فعليا مش اقل والله من 60 رساله من بني ادم منفصل، فبيبقى صعب جدا ان انا قاعد اتكلم مع ده ومع ده ومع ده، بالذات لما النصائح بتتكرر والحاجات دي بتتكرر، فببقى مضطر جدا ان انا احط كل فئه مهتمه بنفس الحاجه مع بعض بهدف بسيط جدا، ان لو جالي من نفس الجروب ده 2 بيسالوني نفس السؤال للاسف الشديد على الاقل في واحد فيهم يعني ده مش صح. اللي هو ايه، هو انت ليه جيت تسالني رغم ان انت معاهم؟ مش المفروض ياخدوا بالهم منك زي ما انت بتاخد بالك منهم؟ موضوع بسيط جدا. فكره ما تاني احنا بنلغي فكره اللون وولف، فانت لازم تتوقع ان انا طول ما انا حاطك في جروب انت بتتكلم باسمهم. السؤال لو طلع لي وفي حد عندكم عارف الراجل ده لازم يعني طب انتوا ما سالتوش عندكم ليه؟ ولا هو ما قالكوش ولا 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 ولا. فللاسف احنا طبعا بنبقى محتاجين تاني ما دام الثمن مش مادي لازم يكون جهد. لو انت مش عايز تعمل جهد فانت محتاج تدفع، والا ازاي هقدر؟ ما هو فيزيائيا ما عنديش الوقت ده، فانا ازاي هقدر اخدم العدد ده؟ الموضوع بسيط جدا. وتاني انت بتستحق على قدر مساعدتك، ده مش علشان انا قرار خدته من عندي، وانما فعليا ما هو ده اللي عندي انا في النهايه بختار مين اللي ممكن يوصل المساعده دي قدر الامكان، بس ده فقط لا غير. فباختصار شديد احنا في حاجات عايز اطبقها قريب خاصه انت عايز تفضل في البرنامج تحفه، تفضل ادي قدامك الناس في دلوقتي بيقول لي انا سنه اولى اعمل ايه؟
ما لا يدرك كله لا يترك كله. انت ممكن ما تكونش فعلا عارف تساعد تكنيكال، بس one foot step over the other، بمعنى ان انت امشي بس خطوه. الخطوه زمان جدا، زمان يعني سنه 22 كنت مثلا بقول للناس انتوا بطلتوا تشاركوا السيرفر للناس ولا حاجه، كنت بحاول انصحهم يعني اشارك، اعرف ممكن الراجل اللي في سنه ثالثه ده او رابعه انت ما تكونش ليك كلام معاه، بس بسبب ان انت نشرته الناس عرفتك فانت قدرت تسال على حاجه في سنه ثانيه او ثالثه، بقى الناس اللي قدامك بيرشدوك، الناس اللي اتخرجت بيرشدوك. المنوفيه من ضمن الجامعات هي واسكندريه مشهور عنهم ان الخريجين بيوصلوا الناس اللي مش خريجه في جامعات. انا شفت ناس شغالين في شركات كبيره عاملين مشاريع لناس صغيره وبعدين بيزقوهم. فالمشكله بتاعت السطحيه بتاعت انا بص، انا لو انا ما عنديش حاجه تكنيكال يبقى انا ما اعرفش اساعد خالص. انا شفت ناس صفر تكنيكال عندهم مهارات اجتماعيه، والشخص التكنيكال ده عنده مهارات كتيره جدا صفر اجتماعيه، ولا ده ينجح لوحده ولا ده ينجح لوحده. ففي حاجات كتيره جدا انت هتبتدي توضح لك وانت بس بتحط خطوه واحده بس قدام. الموضوع يكون باين هايف جدا ان هو بس انا نشاط، وبعدين ايه اللي استفدته؟ فانت مش المشكله ان هي اغلبها حاجات اجتماعيه، فانت ما ده مش بيزنس. يعني مثلا انا مش بقول لك مثلا هدي لك ده تديني ده، انت بتشوف النتيجه بعد فتره من اللي انت عملته، ما بتكونش عارف وانت بتعمل الكلام ده ان انت تستفاد الكلام ده. فنرجع تاني للموضوع ببساطه. ايه الحاجه اللي تقدر تساعد بيها؟ انا فعلا ما اعرفش، محدش يعرف ومحدش هيعرف، انت بس اللي هتعرف. انت مثلا تبقى قاعد بتحاول فيها، لان للاسف انا لو عارف كنت قلت لك المعلومه المباشره. لكن تاني انا بحبذ جدا ان انت تفكر عننا لان انت ادرى بظروفك بس. في حاجة تمام جميل، كمان شكرا. في حاجة كمان ممكن نضيفها اوكي، لو معلش قبل ما تكمل انا بس عايزه اوضح ان احنا قدامنا 5 دقايق كمان وهنختم ان شاء الله. خلاص تمام. بس كنت حابب برضو أضيف اللي هو أنت ممكن مش شرط إنك تبقى حد شاطر تكنيكال عشان تساعد. أنت ممكن تساعد خاصة في جيسوك بالمعلومات اللي أنت تعرفها أو اللي أنت هتعرفها أو هتحاول تعرفها سواء عن أي أورجانيزيشن. فده كله بيساعد يعني. أي معلومة أنت تعرف عن أي حاجة فده بيساعد 100%. دي المساعدة اللي إحنا عاوزينها. بس شكرا. تمام، شكرا يا ميت. طب انا مش شايفه اسئله زياده في الشات، فحد حابب يضيف اي حاجه ولا نقفل؟ اوكي، واضح ان محدش حابب يضيف حاجه. بالنسبه للي بيسالوا على الريكوردز وكده، الريكورد مش هنعرف نتيحه دلوقتي، ولكن الكلام اللي اتكلمنا عنه سواء في الاول عن الاوبن سورس بروجرامز او الاوبن سورس بشكل عام، هنحل مقالات وفيديوز بتتكلم عنه بشكل ديتيلز اكتر، واحنا مع بعض يعني على مدار الشهرين الجايين. في حاله ان حد محتاج اي مساعده هيقدر يسالنا. يعني باكد عليكم تاني ان عندنا المفروض نعمله دلوقتي في 3 اسئله هينزلوا في الانونسمنت تشانل، هنجاوبهم في الانترودكشن تشانل. ولو حد حابب يسال اي استفسار للاونرز او حابب ان هو يقول اي فيدباك من اي نوع، يقدر يستعمل الاسك اونرز فورم. وهنا عايزه ااكد على فكره الفيدباك اللي احنا بنعمله. نجاحه المفروض مش ديبندنت بس علينا، لكن ديبندنت علينا وعليكم. ليه؟ لان الفيدباك متاح طول الوقت، تقدر تدينا اي فيدباك في اي وقت. ممكن حتى نعمل فورم مخصوص لو انت حابب تقول فيدباك بشكل انون. فلو انت شايف ان في مشكله من اي شكل، يعني يا ريت تقول لنا من بدري، وهتلاقي ان احنا بنرد عليك وبنتجاوب معاك، وممكن نغير اللي احنا بنعمله حتى لو احنا شايفين ان اللي انت بتعرضه حاجه كويسه. فنحاول ان احنا دايما لو عندنا اي نوع من انواع الفيدباكس نشاركها. باكد على النقطه دي لان احنا السنه اللي فاتت طلبنا فيدباكس ومحدش تقريبا قال فيدباك. يا ريت يا جماعه نشارك فيدباكس بمجرد ما نحس ان في اي مشكله او اي حاجه ممكن تتعدل. وانا خلاص كده تمام النهارده. شكرا جدا لوقت الجميع معانا، وشكرا لوقتك. حابب تضيف حاجه هاني؟ بس حتى اضيف حاجه بس بالنسبه للفيدباك. الفيدباك دوت ده تاني تنظيم البرنامج بتاع جيسوك في السيرفر هنا. فالفيدباك مهم يا جماعه بانه حسن التجربه بتاعت الناس، ودي احد وسائل المساعده اللي هي الناس كانت بتطلبها، بتقول احنا هنساعد ازاي. فيدباك الفيدباك مش شرط ان هو حاجه جميله شكرا ليك، لا، ممكن يكون حاجه سلبيه وده هنبقى سعيدين بيه يعني،
او حاجه ايجابيه. يعني مش شرط انك تقول مثلا انا مش عاجبني النظام، انا مش عاجبني الستايل بتاع كذا او الورك فلو بتاع كذا، ده فيدباك، احنا هتكون مرحبين بحاجه زي كده يعني. فمش شرط الفيدباك ده يكون حاجه لا انتوا حلوين لا انتوا مش حلوين، او يعني الاثنين مقبولين بالنسبه لنا، او الاثنين يعتبروا فيدباك. بس ده بالنسبه لاخر جزئيه يعني. تمام جميل. شكرا يا هاني، شكرا لكل الشباب اللي شاركت معانا. هنستنى نشوفكم ان شاء الله في البروجرام لما نبدا. وبس كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. مع السلامه.